الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد. بداية كده عايزين ننبه على حاجات مهمة كده يعني. الأول بس النهاردة الخميس ليلة الجمعة فنكسر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مهمة جدا فما ننساش ديت يعني. ثانيا بقى انتوا يعني منورين السيشن المجانية بتاعتنا من غاوي ديزاين. طبعا أنا معاكم قاسم إبراهيم مؤسس غاوي ديزاين، وسعيد جدا اننا متجمعين النهارده عشان نبدأ اول خطوة فعلية في رحلتنا في عالم الجرافيك ديزاين. النهارده السيشن معمولة مخصوص علشانك. بالظبط كده، اللي بيسمعنا كل واحد فيكم معمولة مخصوص عشانه. وشفنا الآراء اللي انتوا كتبتوها في الفورم وانتوا بتسجلوا، وانتوا ليه ايه الهدف من وراء ان انتوا تسجلوا في السيشن ديت. وكل الكلام اللي انتوا كتبتوه يعني ما شاء الله جميل، وان شاء الله نحاول نغطيه خلال السيشن بتاعتنا ان شاء الله. النهارده السيشن معمولة سواء لسه بتفكر تبدأ أو بدأت ومش عارف تكمل إزاي. وعد مني بإذن الله إنك هتطلع بمعلومة أو فكرة أو خطوة هتغير نظرتك للجرافيك بإذن الله. بس ملحوظة بقى، عشان تطلع بأكبر استفادة خليني أقول لك شوية حاجات كده بسيطة هتفرق معاك. أول حاجة ضروري 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 جهز ورقة وقلم، لأن هتلاقي حاجات كتيرة تستاهل تتكتب فعلا. ونصيحة بقى، الورقة والقلم بتاعتك كده جيبهم معايا دلوقتي. يعني كلنا كده اللي مش جايب ورقة وقلم يقوم جيبهم دلوقتي. أول حاجة امسك ورقتك كده، قسم الورقة 3 خانات. أول خانة اكتب كده أفكار عجبتني، دي في أول خانة. الخانة التانية حاجات مش واضحة. الخانة التالتة خطوات هبدأ فيها بعد السيشن دي. واضح كده؟ يعني احنا كده أول حاجة نعملها ايه؟ نجيب ورقة وقلم. هنقسم الورقة بتاعتنا ل3 حاجات. أول حاجة أفكار عجبتني، اكتبها ورايا، أفكار عجبتني. والحاجات اللي مش واضحة. وتالت خانة الخطوات اللي هاخدها بإذن الله بعد انتهاء السيشن. طبعا بقى جهز كوباية الشاي أو القهوة كده ويبقى كده الجو تمام إن شاء الله. برضو خليك في مكان هادي بعيد عن أي دوشة أو تشتيت، لأن المحاضرة هتكون فيها معلومات مهمة جدا. فتركز فيها يعني. وافتكر إنك بتسمع قصة مش مجرد درس يعني. عيش اللحظة وخلي مخك يسافر معانا كده في الإيه، في شوية الحاجات الجميلة اللي الباشمهندس هيحفنا بقى النهاردة إن شاء الله في السيشن. ومش هطول اكتر من كده عشان ايه بقى نستعد ونستقبل معانا واحد من الناس اللي فاهمين في المجال ده كويس جدا، ودايما بيحب يوصل المعلومة بطريقة بسيطة وممتعة. معانا الباشمهندس محمود أسامة. هو اللي هيكمل معاكم السيشن ويدخلكم أكتر في عالم التصميم بخبرة وشغف بإذن الله. ويلا بينا نبدأ الرحلة سوا. اتفضل يا باشمهندس محمود. بداية شرفتنا في غو ديزاين، واحنا طبعا انت معانا في غو ديزاين من فترة كبيرة الله فيعني ايه يخليك. عايزين حاجة جميلة ان شاء الله كده. اتفضل يا باشمهندس. أكيد إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني في ناس هنا عارفاني وفي ناس لسه مش عارفاني. آه حرفيا أنا ممكن النهاردة السيشن ديت ما هي غفلة. تمام، هو بيقول لي يلا مش عارف إيه، قلت له تمام يلا توكل على الله. ما كانتش في الحسبان ولا إنها بصراحة، يعني لدرجة إن أنا حاسس إن في حاجات مؤثر فيها، بس واحدة هتتعدل بعدين مع الوقت هنبقى تمام. يمكن السيشن المرة دي مش فكرة يلا نسمع كلمتين، ده اللي كان معقد إن أنا أحط السيشن أصلا. يمكن في ناس هنا عارفاني وعارفة إن أنا متأخرش في المساعدة ولا في الخير. الحمد لله، يعني الواحد بقاله كتير في المجال، عملي فوق 8 9 سنين اهو. فأنا شايف إن أنا كل يوم بتطور، كل يوم بتحسن في الأحسن مني. أنا مش توب ولا اللي مفيش مني اتنين، في الأحسن مني بمراحل وفي الأحسن أحسن مني. بس الحمد لله كله عارف تعب قد إيه عشان يوصل للي هو فيه الحمد لله. فالسيشن النهاردة اسمها خطوة بخطوة، لأن فكرة السيشن هي بتبدأ معانا بخطوة بخطوة، بنتكلم بشكل عام أو بجوهر الموضوع، إن احنا نلم شوية تفاصيل من بره لبره، نفهم احنا فين أصلا. وغالبا معظم الناس اللي هنا مبتدئين أو مش عارف في أدفانسد. حد شايف نفسه أدفانسد مثلا، حد شايف نفسه في أول السلم. أنا برضو يا ريت تشاركونا، عايز أعرف انتوا واقفين فين. يعني اللي شايف نفسه إيه. بالنسبة للمحتوى اسم مسمى، أنا سينيور أو جونيور أو خلافه، بصراحة أنا ما بعتمدهاش تمام، غير لو أنت في شركة هتقول مثلا لازم تبقى ليك بوزيشن بتاعك، تقول أنا كذا أنا كذا أنا كذا.
تمام. انما كفريلانس ما بحبش اقول بوزيشن بصراحه، ممكن يكون واحد تنين ومفيش منه اتنين ومحدش بيسمع عنه اصلا، ولا بقول على نفسه سينيور ولا جونيور ولا الكلام ده كله، ولا حد بيسمع عنه حاجه. فنتوكل على الله ونبدا الورشه بتاعتنا. تمام كده. اسم الورشه بتاعتنا هي خطوه بخطوه. تمام، يعني من الاخر كده فكرة إن ازاي بحطك على الطريق ان انت تعرف تطلع تصميم صح حتى لو انت مبتدئ، بمعنى صح اللي انت عديت بيه، انا عديت بيه وسبقتك. فانا الفكرة حتى لو حطيتك في بداية الطريق في وقت كنت بتمنى ان حد يدلني على معلومة صغيرة يوصلني على الطريق، ما كنتش بلاقي بصراحة. لكن انا وصلت لده كله سيلف ستادي، ما كنتش بعلم، ما كنتش بسأل حد، ما كنتش بقى عندي طموح ان أنا اسأل. ودي اللي انا جاي اكسره هنا في السيشن ديت. لا، اسأل بجد، اسأل. السؤال بتاعك هيفرق ويوديك في حتة تانية، ويوديك في مكان تاني. هتحس ان انت ليه، طيب انا بعد ما اتكسف ان انا اسأل ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجة، ولا حاجة، انا اخرت نفسي بس. انما انا لو سألت، لا، هتفرق المعلومة، هتفرق توديني فين وتجيبني فين. اول حاجة، ازيكم؟ تمام، مرحب بكم كلكم. ان شاء الله تطلعوا مستفيدين من السيشن ديت وما تطلعوش محبطين. بالعكس، تطلعوا عندكم فكر ان لا، انا اقدر عادي، ما فيش حاجة تحبطني، ما فيش حاجة تضايقني، ما فيش حاجة تخنقني. لا، ان شاء الله تبقى سيشن جميل. انت مش جاي تتعلم برنامج، انا جاي اخليك تبني علم مصمم، جاي اخلي تفكيرك تفكير مصممين، جاي اخلي تفكيرك يبقى تفكير مصممين. تمام. نخش على اللي بعدها. اول حاجه طبعا نشكر غابة ديزاين اللي استضافتنا في السيشن ديت. تمام. وبصراحه شباب قايمين عليها باحترام وبحاجه كويسه، بسم الله ما شاء الله عليهم يعني. وهم ان شاء الله انا شايفهم هيبقوا في مكانها في حته تانية، ده اللي شجعني ان انا اشاركهم السيشن ديت. وهم نيتهم خالصه لله في حاجات كتير، فده اللي مشجعني ان انا اشترك معاهم. انا عندي سؤال، يا ريت كله يشارك في التعليقات لان معظم الورشه هتبقى تفاعليه على قد ما نقدر. تمام. مين اللي بيشوف، او انتوا شايفين التصميم كله عباره عن برامج زي فوتوشوب الستريتور، ولا في حاجات تانية اهم؟ ولو في حاجات تانية اهم مثلا انتوا شايفين ممكن تكون ايه؟ انا عايز الناس تتفاعل يا جماعه بس. شباب بيكتبوا على الديزاين اللي هو دونوا ملحوظاتكم وأسئلتكم في كومنت تحتها. خشوا على الكومنت ده واكتبوا تفاعلوا مع الباشمهندس محمود عشان يكون حاجة تفاعلية يعني. في حد شايف ان التصميم كله عباره عن ان انا اعرف برنامج فوتوشوب او الستريتور او ايا كان، ولا في حاجات تانية اهم لازم اعرفها؟ تعرف على الكومنتات ولا ايه؟ لا، هما بيكتبوا في حد بيقول لك الذكاء الاصطناعي جامد بيعمل أي حاجة في ثانية. ايه ده؟ هو انا خش آخر ديزاين اتحط باشمهندس محمود عليه التعليقات. في حد تاني بيقول في حاجات تانية لازم أعرفها. ال AI حلو يعني، كمل. هما بيتفاعلوا عامة. تمام. تمام. وصلت تمام. للتعليقات. تمام. تمام تمام. طبعا هو مش التصميم كله اهم حاجه في البرامج او الادوات دي كلنا عارفينها، في حاجات تانية اهم، هي عقلك. النجار معاه حاجته تمام، بس ممكن من خلال حاجته ديت يبقى مميز، يبقى عنده تفكير يقدر يفكر فيه ويبدع ويطلع حاجه تانية. ففكره ان انت تفكر ده بيضغط دماغك انك تولد فكره مميزه مش زي غيرك. ممكن تكون الفكره ديت تنفيذها ما يكملش 10% من توتال المشروع او البروجكت، بس الفكره واخده 90%. ممكن تلاقي حرفيا تصميم عباره عن كل كتله بيضاء ابيض في ابيض، بس في فكره في النص صغيره كده هي اللي مخليها تصميم رايح حته تانية، مخليه موصل الرساله بتاعته. تمام. فممكن كمان تفتح الفوتوشوب وتعمل حاجه ما تطلعش شكلها حلو في الاخر، هو حتى لو طالما مفيش هدف او معنى ورا الحاجه ديت. يمكن زمان كان يفرق، لو انت زمان مثلا كنت ممكن تعمل تصميم ما كانش حد هيدور لان ما كانش فيه منافسه، ما كانش فيه صراع اللي هو لا ده عايز يطلع حاجه وده عايز يطلع حاجه. انما دلوقتي حاليا لا، لازم يبقى عندك اساسيات في حاجات، لان ده اللي بيبقى بيتبص عليها، مش عكس زمان لا اعمل لي تصميم وخلاص بيعدي. لا، دلوقتي التصميم اللي انا بعمله ده بيوصل رساله، بيوصل هدف اللي انا عايزه ولا لا. انا عندي سؤال واتمنى كله يجاوب عليا لان عارف ان كله مقصر في الحته ديت. عشان كده خليت مش هقول لك انت بتذاكر في اليوم بس، لا انت بتذاكر في الاسبوع ولا في الشهر. انا عايز اعرف انت لو فاتح دلوقتي ديزاين ولا انت ماشي ان انا اصمم كده اسمها مذاكرتي. في فرق بين ان انا اذاكر وفي فرق ان انا بصمم. تمام. وفي فرق
في فرق ان انا بذاكر وفي فرق ان انا بصمم. يعني المذاكره ديت اللي انا بفتح موقع بذاكر منه، بطلع منه معلومات جديده، بشوف اخر التطورات، اخر الحاجات الجديده. وفي فرق ان انا بصمم فاتح البرنامج وشغال بجرب حظ، اسمها كده انا بذاكر. لا، في مذاكره وفي تصميم. فانا لو حد تشاركني يعني او حد يقول لي انتوا بتذاكروا قد ايه؟ مين ما بيذاكرش خالص عموما؟ مش عارف ليه حاسس غالبا ان يا انا دخلت. باشمهندس يعني لسه. انا حاسس ان انا في مشكله عندي انا ولا غالبا إيه؟ اغلبهم لسه مبتدئين يا باشمهندس، فاحنا نحاول نتخطى الاسئله اللي هي محتاجه حد يكون لسه دارس قبل كده. فاحنا هنتعامل ان لا هو لا لا لسه لا لا، غالبا بتعامل. مبتدئين. انا قلت السيشن دي اصلا حرفيا يعني مش مركز قوي ان انا اتعمق في حاجات كتيره تانية، دي اللي هتيجي مع الوقت. فكرة احنا بنتكلم كأنها قعدة مصطبة، حرفيا بنتكلم بنعرف الدماغ فيها ايه، رايحة فين جاية منين، ايه اللي تايه. انا بذاكر تقريبا 3 4 ساعات في الاسبوع. سؤال اللي بيقول انا بذاكر 3 4 ساعات. معاذ بيقول بجيب كورسات مجانية على اليوتيوب. طب ايه مصادر المذاكرة يعني، سواء عربي او اجنبي، تشمل ايه؟ حلو السؤال ده. طيب. مصطفى حميدو بيقول انا مثلا كنت يا مصطفى كنت اقول لك انا بذاكر عربي. طبعا زي ما انت عارف المحتوى العربي اصلا شبه مدمر على النت، يمكن دلوقتي في تطور على عكس زمان. طب انا كنت مثلا اسمع كلمه جديده في التصميم، كنت اعمل ايه؟ اخد المسمى، اجي على المواقع الاجنبي، والترجمه ما بتزعلش حد. الترجمه ما بتزعلش حد. صدقني انت لو عملت كده بعد كده هتحس ان دماغك بتروح في حته تانية طول ما انت قاعد مستني المحتوى العربي يجيب حرفيا انت عارف ان احنا متاخرين 100 سنه ضوئيه عن اللي قبلنا. فحرفيا على ما يجيب لك المحتوى العربي الجديد هيكون اصلا بالنسبه للتانيين قدر، فتلاقي دماغك دايما متاخره برضه. فتخيل لو انت بتستوعب الجديد اول باول هتبقى دماغك فين عموما. فعشان كده مثلا اقول لك زي كلمه مثلا ارت دايركشن. انا ما اسمع كلمه ارت دايركشن، يعني ايه ارت دايركشن يا جماعه؟ يعني ايه ارت كرييتيف؟ كرييتيف ارت يعني مش عارف. خلاص اخد المسمى، اخش على النت سيرش جوجل كرييتيف ارت او ارت دايركشن ارتكل، وابدا سيرش واقرا وبتاع، هتلاقي دماغك بتودي. هتلاقي وانت بتقرا المقاله جابت لك مصطلح كده انت مش عارفه. والله خلينا ابونا الحاج شات جي بي تي ما تاخرش عننا، ناخد الكلمه نطلع لشات جي بي تي، بعد اذنك قول لي ايه المصطلح ده. طب هو المصطلح ده ايه المثال اللي عليه؟ انا مش فاهمه، اقول له اديني مثال. فتخيل انت واحد، اصل في الاول والاخر كلنا عايزين نشتغل. في ناس بتشتغل في محلات عاديه، في ناس بتشتغل فريلانس، في ناس بتفضل محلها سر ما بتقدمش ولا بتاخر قوي. فاحنا مش عايزين نوصل للنقطه ديت، لان التفكير هنا تفكير ان انا عايزك مبدع لبعدين. وما تفتكرش ان هو السيشن ديت خلاص خلص الموضوع، لا ده بالعكس، ده احنا بنسخن بيها السيشنات جايه ان شاء الله بتطلع معلومات اكبر فاكبر، ادفانسد فادفانسد فادفانسد. ما ينفعش ابدا لك النهارده اديك ادفانسد، لا النهارده تشوف انا كمحمود قادر تستفيد مني، قادر تتعلم مني، بديلك المعلومه تمام، حاسس ان انت لا ده يجي منه ده ممكن اسمع منه استفيد. هي دي الفكره بتاعت السيشن. فبتذاكر كام ساعه في اليوم، في الاسبوع، في الشهر؟ لازم نذاكر يا جماعه. دلوقتي ما عادش زي زمان اللي انا مش هواكب، مش هسمع، مش هعرف. لا بجد الموضوع دلوقتي اختلف. انت ممكن تبقى عارف معلومه النهارده فرحان بيها مفيش منك اتنين، ان انت عدد صغير اللي يعرفها، فجاه تلاقي بعد اسبوع إيه المعلومه اللي انت كنت اصلا بتتكلم عنها دي؟ ده في 3 4 معلومات طلعوا. فمعلش لازم تثبت كل يوم. كل يوم ان لم يكن كل اسبوع. انا بذاكر طول الاسبوع ده معدل 4 ساعات بقى، اقسمه زي ما اقسمه. طب انت تقول لي اذاكر ازاي؟ ببساطه انا ممكن افتح اليوتيوب، اجيب تطبيق على توتوريال نفسي اتعلم التكنيك بتاعه، ممكن افتح ناس من بتوع العربي اسمع حاجه جديده، ممكن اسمع مبادئ التصميم، ممكن اقلد تصميم. فلازم يبقى في مذاكره ثابته في الاسبوع او الشهر وبتاع. ده اللي بيخلي في تطور. ما عادش زي زمان بصراحه، مش هلف وادور عليك. وزمان كنت اقول لك لا كبر دماغك كده كده، ايه انت قدامك عمر على ما ينزل حاجه جديده. دلوقتي احنا بسم الله ما شاء الله كل يوم خلاص يعني فاضل شويه ونطلع الفضاء زي ما بيقولوا. فالمذاكره اسبوعيا بقت مهمه جدا فوق ما تتخيله. نيجي بعدها. مين انا اخوكم في الله محمود اسامه، خريج هندسه مدني. ما بشتغلش بقى بصراحة. أنا بقالي تقريبا على الديزاين وأنا في 6 ابتدائي. تمام، يعني تتكلم 2010 ولا حاجة، 2009 تقريبا. ف
الفكره ان انا بدات المجال ما كانش فيه حد يعرفك انت بتعمل ايه اصلا، انت شاطر في إيه؟ انت في برنامج اسمه فوتوشوب على قدامك على الكمبيوتر، فوتوشوب عدسه ده اللي هو 7 مكبره، انت مش عارف في ايه، انت في حاجه قدامك انت قاعد تخبط وبتاع مش عارف ايه، وضاع من عمرك 5 6 سنين على ما تفهم ده ايه اصلا وبتاع، بعد كده تبدا انت تدور على نفسك وتستكشف نفسك. فتخيل لو العلم بتاع النهارده ده كان موجود أو ايامي او وقتي، ما اظنش ان انا كنت هبقى في ليفل تاني. طب هل ضاعت عليا الفرصه؟ لا، ما ضاعتش عليا الفرصه. يعني لو انا امنت بالله فعلا زي ما اؤمن بالله، اعرف ان كل حاجه لها وقت، كل حاجه لها ميعاد. زي ما بالظبط ربنا يسر لك الامر ان انا اكون موجود او غيري يكون موجود، ان هو يديك المعلومه في طبق من فضه. حرفيا في وقتنا ما كانش في طبق من فضه ده خالص، ما كانش في طبق اساسا. فتخيل انت قاعد تخبط مع نفسك وتعك مع نفسك ومفيش خالص. انا بقى اشتغلت، تقريبا جربت كل حاجه، يعني مفيش حاجه ما جربتهاش الحمد لله. حتى اشتغلت بنفسي، اشتغلت بانرات وكنت بركب بانرات، واشتغلت في الفنيل، واشتغلت في حاجات كتيره. خبطت، اشتغلت في البراندنج، اشتغلت في السوشيال ميديا، اشتغلت في الاعلانات، اشتغلت في الطباعه الاندور والاوت دور، كنت بعمل كامبين على الضيق كده في البلاد. بكتب تايبوجرافي وكاليجرافي. حاجات كتير ممكن افتكرها دلوقتي، بس ارجع اقول مش معنى ان انت في كلية تانية ما تمشيش ورا اللي بتحبه، لا، تمشي ورا اللي بتحبه وتعشقه، وحلمك امن بيه بصراحة واجري وراه. يعني انت عارفين عقلية ان انت ايه مهندس، انت ازاي بتاع، بس الحمد لله كده كده معترف من بدري اصلا ان انا مسمى مهندس على وراك اساسا، عشان ما باكلش عيش ونجري على اللي احنا بنحبه. فاتمنى ان شاء الله، وبشتغل كمان ببيع على المواقع فريلانس، وببيع على شطار ستوك، وبكتب تايبوهات كتير الحمد لله. وكنت مشارك في مسابقتين بتاع ايدياز، بتوع براندنج، الحمد لله كسبت فيهم مركز ثالث. الفكره مش مركز ثالث، هو كان فيها فلوس الحمد لله، بس الفكره من مركز ثالث، لا، انا بشوف ان انا تعبي ما راحش على الفاضي. انا قعدت 6 شهور بالظبط، انا حاليا في الجيش اصلا، يعني قبل الجيش قعدت 6 شهور بذاكر براندنج ليل نهار، تصميم براند ايدنتي وكل حاجه. ففكره ان انا من وسط عدد اتاخد اكسب مركز، لا، ده الحمد لله بالنسبه لي في المرتين اللي انا شاركت فيهم، ده بالنسبه لي دليل نجاح. انت تقدر تعمل. والحمد لله برضو التايبات بتاعتي كان مشتريها بايرن ميونخ، مشتريها قنوات بتاع تلفزيون زي دي ام سي والقنوات دي كلها. وان شاء الله انا باذن الله انا واللي جاي يكون احسن من كده باذن الله. ده طيب يا شباب، الكيو ار كود. يا باشمهندس، في بعض ايوه. المصطلحات ممكن تتقال كده في النص، يعني ما تقلقوش. يعني مثلا يقول لك تايب، ويقول لك براندنج، يقول لك مش عارف. ما تقلقوش، الكلام ده كله هنتعرف عليه. فأي مصطلح انت ممكن تسمعه وما فهمتوش من الباشمهندس محمود، ما تقلقش خالص، كده كده كل المصطلحات دي هتتشرح بالتفصيل. فمحدش يقلق من النقطة ديت إن شاء الله. والباشمهندس محمود برضه يحاول بقدر الإمكان يبسط المصطلحات، عشان أغلب الناس الموجودة مش ما عندهاش لسه خلفية خالص عن الجرافيك. تمام يا باشمهندس؟ لا، باذن الله ما تقلقوش خالص، والله انا معاك واحده واحده، وزي ما قلت لكم انا برسيكم من على الطريق، عشان كده اسم السيشن خطوه بخطوه. احنا بنبدا من الزيرو لحد ما ان شاء الله توصلوا للمرحله اللي انتوا تفتكروني بالدعوه باذن الله. ده اهم حاجه. يعني محدش يقلق خالص، ممكن يكون ان الكلام رتيب وممل في الاول، بس صدقوني لما اخش في الجزء العملي واخش بعد كده، ما بحبش الكلام كتير بصراحه، يعني بحب اخش على طول اتكلم كلام كتير في العمل. فان شاء الله هتستفادوا باذن الله. ده اللينك تري بتاعي، وده اليوزر نيم، حد حب يتواصل يسال اي اسئله انا موجود برضو، سواء على الويب ديزاين او سواء على الاكونتات الشخصيه الخاصه بيا. باذن الله تستفادوا النهارده باذن الله. اول حاجه نصلي على الحبيب عليه الصلاه والسلام، ونبدا السيشن بتاعتنا بالسؤال الاول، واتمنى تبداوا تتفاعلوا معايا عشان ده جزء تفاعلي شويه. تفتكروا العالم كان هيبقى ازاي لو مفيش تصميم جرافيك؟ مش مصمم جرافيك. يعني تفتكروا العالم هيبقى عامل ازاي لو ما كانش فيه تصميم جرافيك؟ يلا يا اتمنى شباب، كله يشارك. محتاجينكم أي واحد انا كده مش مجبر حد يمثل. يشارك، بس انا عايز الناس تكسر حاجز. انا لو مكان حد كنت اتمنى حد ان هو يجبرني ان انا اشارك بصراحه. فانا عايز لا، الناس شاركوا يا تكسر شباب. كده، عايز شاركوا يا الناس تكسر شباب. القاعده ديت وتشارك، عشان خاطر انت جاي تستفاد. انا عادي، انا كده كده موجود كل يوم وبشرح نفس الكلام ده، مش فارق معايا كتير. عادي ما فارق تطلع بمعلومه واحده تقول لي تسلم، بس تديني دعوه حلوه. وتدعيلنا احنا كمان يا ممكن. جدعان. عيب. لا لا، ما تخافش هفتكره. ممكن يكون في تنظيم المنظمات.
تمام. مش هيكون في تنظيم للمطبوعات. مش جميل يا هيكون شباب. في تنظيم في التطبيقات. اه شاركوا يا جماعة بجد والله، ما تخليش اقول بالاسم والله كذا كذا يشارك، اكتبوا، انا ما فتحتش مايك حتى، يعني شاركوا. اقول انا بالاسم يا ممكن باشمهندس يكون محمود عشان كله يشارك يعني. بالظبط، ده اللي هنعمله دلوقتي. طيب طيب حاضر عينيا ماشي. شغال. بس اللي يفتكروا انا بنراهبهم ولا حاجة. ماشي ممكن تبدا يا باشمهندس محمود. ماشي. تخيل بقى، تخيلوا معايا كده، عايزكم تكتبوا تعملوا كتاب وانا بتكلم حتى، ازاي العالم بتاعنا مفيش تصميم جرافيك حرفيا، هيبقى عامل ازاي؟ يعني تخيلوا معايا كده وانت ماشي في الشارع كده، بتبص على البنرات ابيض في ابيض، بتبص على يوفط بتاع المفروض المحامي فلان او الدكتور فلان تلاقيه ابيض في ابيض. طب انا هميزه ازاي ده ولا اعرفه ازاي؟ تخيل مثلا شركه هاينز بتعمل، تبص عليها كده انت مش عارف، وانت شايف لونه احمر بس. يعني تخيل معايا كده، تخيل انت ماسك الموبايل بتاعك، مفيش تنظيم، مفيش يو اي ليه، مفيش بتاع، اضغط على الزرار ده اشتري، اضغط على الزرار ده اروح. تخيل كده شكل معايا، تخيل بتفتح شكل الكتاب ما تلاقيش غير كلام بس، مفيش صور، مفيش حاجه، مفيش تنظيم، مفيش توزيع. هيبقى ازاي؟ ممل. جميل 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 جميل، كده الناس بقت معايا على الخط خلاص. صحيح. جميل. بس انا إن كل هذا الترويج هيبقى عشر منتجات. جميل. ممل. جميل، حرفيا كل حاجة هتبقى نفس الشكل، مش هتعرف تميز، مش جذاب ومقرف. حلو. عايز كله يشارك، كله يشارك، كله يشارك، هي دي فكرة السيشن أصلا، اللي أنت تكسر الحاجز عشان تسأل بعد كده في أي وقت. السيشن هتخلص والله، وفي أسئلة أنت هتموت تسألها بقالها كتير، حتى لو أنت مش عارف تسألها في دماغك أصلا، أنا عندي استعداد إن أنا أفهم إن أنت مش عارف تقول. أنت متخيل أنا واصل معاكم لدرجة إيه؟ بس الناس تكون موجودة بس، مش بجبرك، بس لازم تتكلم فعلا، تغلطش غلطتي. شباب اللي مش هيتفاعل مش هياخد الشهاده يا شباب. معلش بقى. مش تفاعلوا كده هاخد. يا شباب بقى عشان نعرف نرد عليكم بقدر الامكان يعني. احنا السيشن ديت مش واحد بس اللي هيتكلم، احنا كلنا مع بعض. حاجه تفاعليه يعني ان شاء الله. حلو فشدوا حيلكم حلو معايا كده عشان الشهاده ان شاء الله تعجبكم. حلو 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 حلو. واللي يتفاعل كتير تديله شوكولاتة. تحت غلط ماشي هصور لكم غلطه خلاص. الإيصال المعلومة هيبقى فيها صعوبة، والترويج لأي منتج بكلام فقط مش هينجح، مش هيكون في تميز. حلو. الأفلام والألعاب، أنت متخيل الأفلام والألعاب دي مش هيبقى صناعة أصلا؟ أنت متخيل إنها قايمة أصلا على الإعلانات أصلا، وجزء منها أصلا تصميم حرفيا، مش هيكون في تميز أو حاجة مميزة تكون في بالظبط. حقيقة انت اصلا البراندات بتتخانق عشان خاطر تخلق ذاكرة جوه دماغك. طب تخيل دلوقتي انا مش عارف اخلق لك ذاكرة اصلا، مش هيبقى فيه منافسة اساسا. اكيد مهم طبعا في الاعلان ونفت كده ولا غنى عنه، بس حاسس صار كليشيه شوية مع احترامي طبعا. ما هو ده عارفين، ما هو كل الكلام ده قلنا هيبقى كليشيه، بس لازم ده في انت عارفه غيرك مش عارف. طب ما انا في حاجات كتير عارفها، هاجي اقولها لك انت هتقول لي عارف. هي الدنيا مش هتبقى حلوة. تمام. كتب المجلات هتبقى من غير صور، من غير تصميم. لو بنعرض خدمة أو منتج بنفس الشكل مش هيكون في رغبة للتقبل بعد كده. صحيح. انت اصلا انت بتصمم اساسا عشان تخلق شعور جواه ان هو يشتري ويتفاعل. تخيل انت تروح السوبر ماركت، عندك مكرونه من كذا نوع، في تصميم ممكن يشدك عشان تصميم بس تاخديه وتشتري، فتخيل بقى لو المنتج ده شكل ده شكل ده، مش هيبقى فيه تفاعل، هاخد ده واتكل على الله يجي هو حظه بقى. لن يكون هناك طبعا، بس بالظبط. جميل 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 جميل، عاش. التصميم يعتبر بيخلي الشيء قيمة ومعلوم، ويخلي في إقبال على المنتج، لكن لو مش موجود المنتج هيكون مجهود بنسبة كبيرة. ده صحيح. صحيح. في فيديو اللي أنا بعته لك، يا ريت تشغله. قاسم. شغالوا من عندي يعني يا باشمهندس. شيره من عندك بتاع اليوتيوب. طيب سهل. هتغيب ولا افتحه أنا بسرعة؟ افتحوا يبقى اسرع يعني. تمام، ثانية واحدة. راح يكون كل شيء مثل ما نقول بسوريا، سادة ما في شيء يجزى، سادة من غير سكر. حقيقة مظبوط.
مظبوط. جميل جميل جدا. ثانية واحدة بقى نغير السكرين. سكرين 1. انت شايفته من عندك ولا ايه؟ خلاص خلاص انا شايل من عندي. خلاص 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 يا قاسم. قاسم سامعني؟ خلاص 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 انا شايل من عندي خلاص. ده إجابة شيرته من عندك السؤال يا باشمهندس؟ اه شايفته من عندي خلاص. ماشي يا باشمهندس، خلاص هقفل أنا من عندي. ماشي تمام. ببساطة ركزوا معايا. ادي الشوارع اهو، اهو البنرات. تمام. where would be without graphic design؟ هنكون فين من غير graphic design؟ اتفضلوا. هنكون كده. حد يعرف ده بتاع ايه وده بيعرف بتاع ايه؟ لا حاجات كتير. المجلات. ده فيديو. ده فيديو التاني برضو. ده برضو. تخيلوا بقى كل البريد المشترية كده، ما فين المنافسة بقى؟ فين اللي هيخلينا تشد البراند؟ مش هيبقى فيه بلبن أساسا تقريبا. شركات الطيران يعني تخيلوا الناس كتير هتقعد في البيت حرفيا. فنرجع تاني للسيشن بتاعتنا. ببساطة كان العالم هيبقى عامل كده. يعني العالم بتاعنا كان هيبقى عامل كده زي ما انتم شايفين. تايمز سكوير، لاس فيجاس، ارت ميوزيوم. هنتفرج على لوح فاضية حرفيا. طيب بالنسبة لهنا، آه، فكرة ان التصميم اتخلق عشان يشبه الواقع، ما اتخلقش عشان يكون بعيد عن الواقع. فكرة ان التصميمات اللي اتعملت او فكرة الجرافيك ديزاين اتخلق عشان يكون قريب للواقع، لان الانسان ما بيتقبلش الحاجة الاوفر. زي ما اقول لك ايه، ده دراما هندي يا عم، ده مأفور. فالفكرة التصميم لما اتخلق برضه من اساسياته اتخلق ان هو يكون اقرب للواقع، اقرب لحاجة ليك، اقرب لفطرتك، اقرب اللي انت حاجة متعود عليها. ف بسبب مثلا ان الارض لما اتصممت قدرنا نتخيل ان هي حقيقيه لانها اتصممت اقرب للواقع. مسافات الدول، المسافات، الحاجات ديت انت بتتخيل معايا لو هي اصلا ما كانش في حاجه اسمها جرافيك ديزاين، ما كناش هنعرف نعيش فين، ولا احنا شكلنا عارفين شكل الارض ايه، ولا اماكن الدول، ولا احنا فين حتى على الخريطه. فببساطه التصميم الجرافيك هو اللي بيدينا او انطباع صوره بصريه او فيجوال نفهم بيه شكل العالم. تمام تمام. شكل العالم لما نيجي نتكلم على الجلوبال ام، بسبب ان حرف الام ده تمام اللي هو اللوجو براندنج، ماكدونالدز عملت المستحيل طبعا او ثابت عشان توصل فكره ان انا لو في مصر هعرف ان ده ماكدونالدز، لو في اليابان هعرف ان ده ماكدونالدز، لو بتاع هعرف ان ده ماكدونالدز. انا حتى لو قصيت حرف نص حرف الام بس بنفس اللون بنفس الكيرف نص الدوران وشلت النص التاني هعرف بس برضو ان ده ماكدونالدز. كانوا بيقولوا عندنا في هندسه يقول لك لغه المهندس الرسم. يعني لو الرسم بتاعه في مصر بتاع اليابان هيعرفه، بتاع الامارات هيعرفه، بتاع
كوالالمبور هيعرفه، ايا كانت الدوله هيعرفه. الديزاين في النقطه ديت اللي انضرب بها المثل كتير، ان انا من غير التصميم ما كنتش اعرف اميز ممكن ده ينفع معايا مثلا مزيل بتاع كاتشب، او ممكن ينفع معايا سكين كير، او ممكن ينفع معايا علبه دواء، ممكن ينفع معايا ازازه عصير، او ممكن ينفع معايا حاجات كتير. تمام تمام. يبقى انتوا زي ما قلتوا بالظبط، العالم بدون جرافيك ديزاين هيكون عالم ممل مربك ما فيهوش اي احساس. فهو اللي بيدينا طريقه ان احنا نفهم بقى العالم ونتعامل بيها. وده اللي ظهر بعد الثوره الصناعيه، الجرافيك ديزاين بقى ليه اهميه كبيره، لان احنا حرفيا بقينا عايشين في عصر الموضه وعصر التكنولوجيا. هو اصلا بقى المحرك الديجيتال الاول، يعني من غيره الديجيتال ملوش قيمه. يعني الجرافيك ديزاين ده من غير الديجيتال، تخيل تفتح موقع كده ما تلاقيش غير كلام. تخيل انت تفتح موقع اكل ما تلاقيش غير كلام، هتشتري ازاي؟ خليك تفتح موقع ملابس ما تلاقيش غير كلام، هتشتري ازاي؟ هتاخد اكشن بناء على ايه؟ لانه اساس الديزاين جرافيك بيلعب على العاطفه والشعور بتاعك كمان، هو ده اللي بيخلق ليه وجود عشان تتفاعل وعشان تشتري. طيب نيجي السؤال ان انا بقوله بوجهه الاخوه المبتدئين طبعا، وانا كنت واحد من اللي بشك في الحوار ده اصلا. تمام، بس انا كنت مقتنع بصراحه بيه، وكنت دايما نضرب مثل نقول هل مات التصميم الجرافيكي؟ انا ممكن اقول لكم تفعلوا، بس عشان خاطر الوقت مش هقول تفعلوا، هقول لكم السؤال اللي بيدور في ناس في بال ناس كتير، هل خلاص انتهى دور المصمم؟ انتوا طبعا عارفين قصدي ايه، اللي هو الاي اي. طيب لو جينا نرجع مثلا في، ما اعرفش بصراحه القرارات الزراعيه اتعملت سنه كام، لو قلنا مثلا في العشرينات او ايا كان، هو لما طلع الفلاح قال لك انا خلاص كده شكرا، انا قعدت في بيتي مش هعمل حاجه تانية، خلاص كده انا هنام بقى وخلاص بقى وكده شغل انتهى وبتاع؟ لا، ما حصلش كده. كل الفكره ان الجرار الزراعي لما طلع عمل حاجه واحده، انه ساعده، قلل وقت، قلل جهد، قلل تكلفه. نفس الكلام في الاي اي عمره ما ياخد مكانك الا لو بقى ليه احاسيس، ليه مشاعر بيحسها، ليه خلاص ان هو بس بقى انسان بشري. انت بتروح والروبوت ده بقى هو انت، هو حرفيا واخد دماغك بيتعامل كانه انت بالظبط. والكلام ده طبعا مش حقيقي. هو الديزاين جرافيك ما ماتش، بس اتغير. طب ايه اللي اتغير؟ اتغير الطريقه القديمه مش الابداع. ده اللي انا لسه بقول لك من شويه، لما الفلاح كان بيشتغل بايديه او بيشتغل بالحمار او بيشتغل بايا كان، تمام، بس طريقته في الشغل ما اتغيرتش. الفكره اتطورت مش اكتر، لان هو بقى في جرار بيساعده بيخدم عليه، ليه كذا ميزه الجرار دي، حاجات متغيرات كتيره يسرت عليه امور كتيره. طيب برضه يا باشمهندس ممكن اضيف حاجه، يعني مثال يوضح النقطه اكتر. قول 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 براحتك. آه، قبل اختراع الآلة الحاسبة، وبعد اختراع الآلة الحاسبة، يعني المدرسين مثلا أو اللي شغال في مجال الحسابات، قبل اختراع الآلة الحاسبة كان شغال يدوي بيحسب بدماغه كده. لما مم. ظهرت الآلة الحاسبة، هل المدرسين الرياضيات قعدوا في بيتهم؟ هل المحاسبين قعدوا في بيتهم؟ هل اللي بيستخدم الحسابات قاعد في بيته؟ لا، هو بس استخدم الآلة الجديدة، استخدم الآلة الحاسبة، بقت تسهل عليه في وقت كبير جدا كان بيقعد يضيعه في ان هو يحسب بدماغه، تسهل عليه مجهود. فاهمين؟ فهو ظهور الاي اي في حد ذاته، لو انت خليتك على علمك القديم وما طورتش نفسك هيغطيك وهيعديك. بس لو انت استعملته واستخدمته ان هو يساعدك في مجالك، ده حاجه كويسه، مش هيعديك فيها طالما انت اصلا بتستعمله، مش بتسيبه ان هو وما تتعلمش الادوات الاي الجديده. بس كل الفكره ان انت تتطور وتستخدم الادوات الجديده، بس مش اكتر. صحيح اتفضل يا صحيح باشمهندس محمد. صحيح. لا، تسلم 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 فعلا. بعد كده الآلة تقدر تساعد بس مش تخلق الإحساس. ده الفرق بيننا وبين الآلة، إن إحنا عندنا إحساس وعندنا عقل. تمام. طيب الفكرة إن زمان بصراحة، يعني خلاصة الكلام ده كله عشان ما نسمعش مسمعين الكلام، إن كان زمان لما كنت واحد يقول لك أنا عايز شغل تصميم بصراحة، كنت هتقول له تمام أنا هعمل لك، خد. ما كانش فيه بقى بريف يعني، إلا بقى الشركات الكبيرة. الشغل المتوسط ده وأقل من الشركات الكبيرة كان بيمشي حب، لأنه كان أي فكرة يعملها في وقتها كانت هتبقى خلاص هتاكل معاه. أي فكرة هيعملها في وقتها كانت هتاكل معاه. طب إيه اللي اختلف من زمان؟ هو زمان ده عايز أقول لكم مثلا ممكن كملش من 7 8 سنين حرفيا، 8 سنين 9 سنين بكتير يعني. ايه اللي اختلف؟ ان بقى في 3 حاجات لازم تعملهم عشان خاطر تبقى مصمم حتى لو مبتدئ. لازم يبقى عندك اساسي. اول حاجه انك تكون عارف يعني ايه استراتيجيه، فاهم يعني ايه استراتيجيه. جالك حد قال لك والله انا براند كذا او محل كذا عايز اعمل 1 2 3 4، تقول له تمام، انت هيخدم عليك ان احنا نعمل لك الاصح بتاعك 1، الاصح بتاعك 2، الاصح بتاعك 3.
يقول لك تمام، طب انت بناء على ايه؟ اقول لك بناء ان انا فهمت السوق بتاعك، انت بتاع اكل شعبي، بتقدم مثلا لحوم معينه، بيجي لك ناس معينه من فئه معينه، لازم التصميم دي اللي هتناسبهم، اللي هي الكلاس بتاعهم. طيب بناء عليه بتقول الكلام ده برضو، ان انا ببدا بعد ما باخد الكلام ده ببدا استلهم بصري وافكر واشوف ايه المناسب بتاعه، ايه المود بورد او المود عموما او الستايل بتاعه، ان هيناسبه دايركت، مش هيضايقه ومش هيضايق زبونه، بالعكس هيخليه يبيع، لان مهمه المصمم دلوقتي انه يخليك تبيع. يعني المصمم ما عادش زي زمان يعمل تصميم باع مش فارق، لا دلوقتي بقى فيه منافسه كبيره. فمهمتك وانت بتعمل تصميم تخليني اخد اكشن غصب عني. تمام. فنرجع ونقول ان الاله مش مجرد ما فيهاش احساس بمعنى صح. تمام. فنخش اللي بعدها. التصميم الجرافيكي يبقى اكثر تنافسيه، ده اللي كنت لسه بقول عليه، والمصمم لازم يطور من نفسه. تمام. طب يطور من نفسه ازاي؟ بقى لازم يفهم يو اكس. تمام. يعني ايه يو اكس يو اي والكلام ده كله؟ يو اكس هي تجربه المستخدم. ما انت بتبيع لحد، الحد ده بيتفاعل على الحاجه اللي انت بتعملها له، طب ما طبيعي لما انا اعمل له الحاجه ديت لازم اكون فاهم طريقه دماغه بتعمل ازاي. طب ده ميزته ايه اللي بيريحني؟ فكره ان انا فاهم هو عايز ايه من قبل، حتى لو انا بعمل له تصميم وعارف ان هو هيترفض، ده بالنسبه لي انجاز. ده يخليني لما يجي المره الجايه اعرف اتعامل معاه، وبتحصل معايا كتير لما اعمل تصميم وعارف ان هو اترفض، لان انا خلاص قدرت احلل الدماغ اللي قدامي مع الخبره مع الوقت، ان هو كذا كذا ده اللي هينفعه، بس هو ايه، انا بحاول يمكن لعل وعسى اخد خطوه اقول لك لا طب غير لي ده. بس لازم تفهم دماغ اليو اكس طبعا. اليو اي، فكره اليو اي ان انت لما بتصمم بتديله، بتحسسه ان كل حاجه سهله، بتخليه يلاقي اللي بيدور عليه بسرعه، بتقول له بالاخر كده انت بتاخد تجربه مريحه. يعني مثلا انا لو دخلت مثلا اطلب اكل من طلبات، تخيل لو انت مش مسهل لي عمليه الدخول بتاعتي كمصمم، تمام، ان انا اخش اكتب بتاع والاقي طلبات واطلب وبتاع. طب لو انا مثلا فضلت الف وادور كتير، لا يبقى انا كده في حاجه غلط، يبقى ده مش تصميم. تمام. تاني حاجه يكتب فكره قبل ما يصممها، طبعا ده اساسي، ان انا معظم الناس بصراحه واحنا عارفين النقطه ديت ما حدش بيفكر من قبل ما يصمم. في ناس بتخش تقول لك ايه، انا هخش بقى على طول وتيجي زي ما تيجي، ودي مشكله الناس المبتدئه كتير، لانه اصلا مش عارف يفكر ازاي. ودي ان شاء الله في اخر السيشن ممكن مثلا نديله طريقه تساعده ان هو يعمل كده. بس الاخوه المبتدئين بالذات عشان خاطر اللي قدام، او مش مبتدئين هنقول عنهم الجونيور، لازم تفكر، لازم تعمل مود بورد. ليه بقول لك النقطه ديت؟ لان في ناس مثلا زي حالاتي ممكن دلوقتي ما بفكرش، انا خلاص عارف دماغي هتخش تعملها على طول دايركت، اخش اتعامل. طب انت كايه؟ فكره ان انت يعني العيل الصغير بيعتاد الحاجه اللي هو بيتربى عليها، فالفكره نفس الكلام، انت لو اعتدت ان انت تطلع مود بورد وتطلع حاله وتطلع، استنى اطلع مود بورد صح ازاي، ودي هنقوله تحت برضه، طلع مود بورد صح ازاي، هتوفر عليك كتير، هتوفر عليك وقت. هتيجي بعد كده خلاص انا عارف ان انا اخش، انا مطلوب مني تصميم اكل، تصميم الاكل براند مثلا قريب لماكدونالدز، راح داخل كذا جايب تصميم بتاع ماكدونالدز، ده الفونت ده عاجبني، ده الحته ديت من الستايل ده عاجبني، هاخد كذا كذا، فلاقي نفسي انا بقول على نفسي مبتدئ، بس انا بطلع شغل احترافي من لا شيء، مجرد ستيب بخطوات بمشيها. طيب يكون يعرف يبني نظام بصري متكامل. دلوقتي الموضوع ما عادش زي زمان، انت دلوقتي بتخلق فيجوال سيستم بيبقى مرن معاك لكل المنصات، ابلكيشن شغال، تليفون شغال، برنت شغال، سوشيال شغال. طب ايه يعني ايه نظام بصري اصلا متكامل؟ هو من الاخر كده عباره عن الالوان، الخطوط، الشعارات، الايقونات، الصور، الانماط، التفاعل بتاعك بتخليه ازاي، التفاعل بتخلق التفاعل ازاي على الموقع اللي انت فيه ده ايا كان هو ايه. ده يعني ايه اخلق نظام بصري متكامل. وطبعا زي ما احنا عرفنا ان امازون غيرت الهويه بتاعتها، ليه؟ قالت لك احنا عملنا توسعات كبيره وشايفين ان الهويه بتاعتنا مش متماشيه مع كله، فعملوا براند، عملوا ريبراند جديد عشان يخلوا النظام البصري كله متكامل، ان انت تشوف اللقطه ديت او الحته ديت او السهم ده وهو بيبتسم، عرفت اللغه خلاص على طول امازون. طيب يتكلم بلغه البراند مش بس الالوان، طب يتكلم بلغه البراند ازاي؟ تمام. طبعا لغه البراند الناس هتفتكره برضو تصميم وبتاع، بس دلوقتي في حاجات طالعه في البراندنج وده هنتكلم عنها بعدين. هو ان الهويه البصريه خلاص معلش مجرد الوان وشعار، خلاص شكرا، هو بقى خلاص عباره عن تون اوف فويس، التايبوجرافي بتاعك، الفيجوال ستايل بتاعك، اللي اوت او التنسيق بتاع العناصر. انت ممكن تعمل لي اوت مثلا للسوشيال، ممكن تعمل لي اوت للبرنت، ممكن تعمل لي اوت مثلا للانستجرام لوحده تعمل له لي اوت خاص بيه. وفي ناس اصلا مهمتها اللي هي بتشتغل بتاكل عيش بس من فكره اللي اوت. تخيل اللي اوت ان انت ما بتعرفش تعمله اصلا، او عندك مشاكل فيه مش عارف تبنيه صح. في ناس بتاكل عيش من هي بتعمل لك اللي اوت ده بس، شكرا، تقول لك اتعامل معلش يا انت في باشا، الباقي. يعني ايه لي اوت؟
لي اوت اللي هو طيب لي اوت من الاخر كده هو انا بحط العناصر بتاعتي ازاي. يعني مثلا هنا كلمه خطوه بخطوه هتلاقي سيمتريك او ماشيه متماشيه مع جو ديزاين. تمام. طيب خطوه بخطوه هتلاقي برضو متوزعه نفس الفراغ اللي انا سايبه هنا نفس الفراغ اللي انا سايبه هنا. يعني ليه؟ عشان خاطر عينيك تتوجه بتاعتك. انت شايف هنا التصميم الجرافيكي تمام، الجمله الاساسيه ديت واخده الخط يكون بولد وابيض عشان عايز الكونتراست بتاعك عليه. طيب انا مش عايزك تركز قوي على اللي تحت عشان انا هشرحه لك، مش محتاجك تركز عليه. فتلاقيني مديله خط ريجولار او لايت ومديهولك بطريقه مديهولك لونه اصفر عشان كده الكونتراست بتاعه قليل. وتلاقيني برضو موزع بنفس العناصر. طيب عشان يبقى ليه اوت برضو اكتر نفهم برضو. لو حد برضو عايز يعرف ليه اوت يقول. انا ما كنتش عايز اتكلم في النقطه دي لان انا بحر وعايز وقت اصلا. تمام. وفي حد كان عامل سيشن فيها قريب. ثواني. شايفين الشاشه؟ تمام يا باشمهندس، اتفضل. تمام. ليه اوت هو ان انا مثلا باجي هنا اوزع العناصر بتاعتي. تمام. ليه اوت اصلا ليه حاجات كتير. هو اولا ممكن يكون بوزيشن، ممكن يكون جريد ان انا بعمله شبكات اصلا. تمام. انا لما جيت عملت بختار انا جريد معين او سيستم معين ببني عليه الكومبوزيشن بتاعي. انا ممكن مثلا اخلي الهيرو بتاعي دايما التصميمات بتاعي العنصر الاساسي هنا، ممكن اخلي التايبو بتاعي هنا، ممكن اخلي اللوجو هنا فوق. الكلام ده انا ممكن تكون سمعتوه كتير، فعشان كده بقول هو عايز ليله لوحده لانه اصلا جواه بحر حرفيا. انت لو خدت بالكم كل الكومبوزيشن دي تنفع ليه اوت اصلا، تنفع اكتر في الدمج او المانيبيوليشن او الكلام ده كله. ممكن احط الهيرو بتاعي هنا، ممكن نقطه الطلاق ديت احط معاها مثلا وورد، ممكن نقطه الطلاق احط هنا كمان وورد، ممكن انا احط لوجو، ممكن انا احط لوجو، ممكن انا احط، انا ممكن اخلق لي اوت زي ما انا عايز. وهنا برضو نفس الكلام. لو انا مثلا عايز اعمل مجموعه صور، لا والله انا عايز اللي اوت بتاعي يبقى مسطره، الفراغ اللي هنا قد الفراغ اللي هنا قد الفراغ اللي هنا، نفس الكلام متوزع، فانا عيني مرتاحه. بمعنى صح ميزه اللي اوت ان يخلي عين اللي قدامي مرتاحه. هو بيخلي عيني بتتحرك لوحدها. هو مهمته ان يخلي عيني هي اللي بتتحرك. نفس الكلام هنا، نفس الكلام هنا، نفس الكلام هنا، نفس الكلام هنا. وان شاء الله دي نعمل لها سيشن مخصوص منها النسبه الذهبيه والليله دي كلها. تمام. فانا باذن الله نعمل لك ليله مخصوص اصلا نتكلم فيها باذن الله. فنرجع تاني ل PDF. قفلت ولا ايه؟ هذا اختفى. يا شباب برضو ما يعني المصطلحات ممكن يعني ما كانوش هنا خالص. هو بس شرح ليه اوت كده على السريع، لان اللي اوت ده اصلا علم لوحده، ف يعني شغل كبير. هو سريعا شغل كده هو كل نقطة هنا عايزة بحر بصراحة شرح، عشان اه كده أنا عارف إن أنا أقصر في النقطة دي، بس إن شاء الله مع فهو الوقت. فهو ممكن نختصر اللي اوت في سطر واحد يا باشمهندس محمود باللغه العربيه، عشان كله، لان اغلب الناس لسه اصلا ما تعرفش الجرافيك مبتدئه. فنختصر اللي اوت ايه فايدته في جمله واحده باللغه العربيه. اتفضل يا فايد- باشمهندس. فايدته إن بيخليني أحط عناصر بطريقة صح. اللي أنت باصص لللاي أوت ده أو الشكل ده أنت قادر توزعها صح. والفكرة أصلا لما نيجي نشرح دلوقتي أصلا في التصميمات الأونلاين هتفهموا الكلام ده. هيبان لكم أصلا أكتر، وهشرح لكم اللاي أوت ماشي إزاي فيه. تمام. نيجي طبعا نقول ان اهم جمله هنا، احنا بنقول ان في ناس بتقول التصميم مات، بس الحقيقه ما ماتش، هو بدا يفلتر. عشان كده بقول لكم ده في حاجات زمان كانت تدرك تعدي، بس دلوقتي لا، بقت اساس ان انت لازم تعرفها. تمام. فاللي مش بيطور نفسه بيخرج بره اللعبه، لكن اللي بيفكر بيحلل يفهم جمهوره دايما بقى ليه مكان. ودي نفس الثلاث حاجات اللي انا قلت لها، ان يكون لك استراتيجيه فيها بين السوق تفكير بصري، تبين للعميل بتاعك ان انت بتتعامل كده، يبقى انت راجل فهمان خلاص، انا ضامن عليك باقي عليك، عايزك تقعد معايا تكمل معايا للاخر. طيب ايه التصميم الجرافيكي؟ انا مش عايز اسمع كلام، بس احنا او خلاصه الكلام، التصميم الجرافيكي هو ترتيب العناصر البصريه وحل مشاكل بصريه. تمام. يعني من الاخر مهمته هو جعل المعلومات واضحه وجذابه وسهله للعين. اللي من الاخر كده انا بقري لك قصه، بطلع لك قصه، بقول لك القصه ديت انا اللي بخليك تقراها من كذا لكذا بمزاج انا مش بمزاجك انت.
ليه؟ لان انا عندي استراتيجيه، عندي اتجاه معين همشي عليه، عندي رساله عايز اوصلها. طيب ليه التصميم الجرافيكي مهم؟ لانه من الاخر كده هو بيوصل الفكره والفهم. انا بعمل فكره عايز اخلي اللي قدامي يفهم اللي انا الفكره بتاعتي. طيب هتاكد ان انا عملت كده ازاي؟ بس خلاص واو، قال لك واو، واو ده معناه ايه؟ الفكره بتاعته وصلت. ممكن تكون صوره عباره عن نقطه بس او حاجه تصميم معين جواه صغير وخلاص وصلت له الرساله، يبقى انا كده وصلت الرساله. طيب ليه الجرافيك ديزاين مهم برضه؟ لان النهارده لو انا جبت لك بوست تمام زي كده مثلا ما فيهوش بقى تفاعل وصور وبتاع، انت غالبا لو كتابه بس ما بتملش، انما لو في صور بتشاف بنسبه 94% من كله كلام بس. تمام. فبالاخر دلوقتي التصميم بقى عباره عن بيعلم وبيقنع او بيلهم وبيخليك تتفاعل. انا مهمتي ان انا شركه بروح اتفق معاك بدفع لك فلوس، بقول لك انا عايز الناس تتفاعل. تمام. طيب نظرة سريعة على تاريخ التصميم الجرافيكي. زي ما قلنا ان التصميم الجرافيكي قديم جدا، يعني من ايام الهيروغليفية ولوحات الكهوف والكلام ده كله اللي احنا عارفين كده. بس هو الفكرة ان بدأ اهتمامه او الانتشار بتاعه القرن العشرين، الثورة الصناعية. خلاص بقى طلعت البراندات، وده انا كذا وده انا كذا وده انا كذا، فبدأت المنافسة. الجملة دي مهمة جدا 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 جدا، دي اللي خلاني اقول فوق انت بتذاكروا قد ايه. ليه بقى؟ الحاجة اللي انت عارفها النهارده بعد اسبوع بتخلص. طب ليه بتخلص؟ لان التصميم الجرافيكي بيتغير. طلع حاجة جديدة هتلاقي على طول طيارة وراها، الواي 2 كي مش عارف السايبر ايه الروتري، هتلاقي حاجات كتيرة طلعت هو خلاص وراها طيارة. فانت لازم تكون مطلع ايه اللي بيحصل جديد كل مرة في السوق. بيحصل كذا بيحصل كذا بيحصل كذا، لازم امشي ورا الجديد في السوق. طيب هنتكلم دلوقتي على العناصر الأساسية للتصميم الجرافيكي، وصدقوني كل نقطة بقولها دلوقتي هو أصلا جواه بحر. يعني احنا حرفيا عم ننزل لما نطلع السلم دلوقتي الدرجة الأولى، اللي هيكمل معانا هياخد البحر. لأن أنا قلت السيشن دي هتبقى فيها حاجات تحس إن هي مملة بالنسبة للناس، بس صدقني في حاجات احنا بنعديها ونفتكر إن احنا مفيش مننا اتنين، بعد كده بنكتشف إن احنا عندنا لا غلط عشان احنا مش فاهمين الأساس بتاعه صح. اللي عايز مصمم محترف يوصل للشركات، انا بكلم الناس توصل للشركات، مش تفضل محلك سر او تشتغل لبراندات تعبانه او الكلام ده كله. ان ربنا يكرمه ويوصل للشركات، فاحنا حرفيا بنبدا معانا السر من السلم من تحت الاساس. زي مثلا ايه العناصر الاساسيه؟ في فرق بين المبادئ وفي فرق بين العناصر. طب ايه العناصر الاساسيه اللي بتكون الخط اللاين؟ من الاخر ده هو من انواع برضو اللي بترسم الكومبوزيشن بتاعك، اللي هو زي الطريق اللي بيوجه عينيك جوه التصميم. تمام. من الاخر كده البوسترات بتاع الافلام اشهر شيء، هو من الاخر كده بيخلي عينيك تبص على البطل، وبعدين تنزل تدريجي على مش عارف ايه، وبعدين تنزل تدريجي على البيانات او الاسم بتاع الفيلم. او ممكن يخلي الاسم الفيلم الاول، وبعدين عينك على الشخص، وبعدين عينك على كذا، على حسب هو عايز ازاي. طيب تاني حاجة هو الشيب أو الشكل. من الآخر كده أنا عايز الشيب بتاعي لو مربع بيرمز للحاجة، لو دايرة بيرمز إن هو حاجة فريندلي، لو مثلث بيرمز لحاجة شارب أو حاجة شر أو حاجة بتاع. وهو الإطار اللي بيحدد لي منطقة الشغل بتاعتي. عشان كده جواه، عشان كده الإطار بتاعي ده هو اللي بيخليني أعرف أنا بشتغل إزاي ورايح فين وجاي منين. طيب تالت حاجة اللون أو الكلر، هو من الآخر كده بيتحكم في إحساسك. كلنا لما بنشوف ألوان حماسية في الجيم بنتحمس نتمرن، لما بنشوف لون أسود بنكتئب، لما بنخرج ونشوف ألوان فريحي أو بتاع البينك مش عارف إيه بتحس بفرحة بسعادة. هو ده نفس الكلام. مثلا زي اعلان فودافون كله احمر، ليه؟ عشان يديك طاقه وقوه ويخلي عينيك اتنشن دايما ليه. انت دايما اللون الاحمر من الالوان المميزه وسط حاجات كتير. تمام. تحس ان اتصالات حتى بدات تقلدها، ما تفهمش في ايه اتصالات، ده القلب على فودافون حرفيا. تمام. بعد كده التكتشر ده اصلا يعني من الحاجات المهمله شويه، لان هو التاثير ده اللي بيكمل لك الصوره. انت ممكن تصمم تصميم وبعد ما تخلص تحس انا فاضل لي حاجه، حاسس فاضل لي حاجه. ساعات الحاجه ديت بتبقى غالبا تكتشر، ان انت محتاج تديله حته مثلا تكتشر لون، تديله مثلا ورقه تكتشر ورقه، ممكن تديله تكتشر منقط، ممكن تديله تكتشر خشبي، ممكن تديله ليه؟ انت عايز انت الرساله بتاعتك خلصانه بس ناقصها حاجه، الاحساس. الصوره انت ممكن تحس من خلال الصوره اصلا، زي ما انت بتسمع الاغنيه وبتتاثر بيها. الاغنيه انت لامسها؟ لا، بس بتتاثر بيها. هي نفس الكلام في التكتشر، الصوره ممكن تتاثر بيها حتى لو انت من غير ما تحط لها تكتشر، بتحس ان انت ممكن تاثر بيها حتى لو هي مجرد صوره قدامك على التليفون. طيب بعد كده الخط والتيبوجرافي. الخط ده مشاكل ناس كتير حرفيا، وممكن ناس تاخد كورسات كتير وبتاع وتفضل عندها نفس المشكله. ليه؟ لان هو الخط مش موضوع ان انا اجرب 500 خط 3000 خط، لا، انا مثلا عندي فوق 14 خط، ممكن اشتغل التوتال بشتغل الخطوط ده 20 خط.
بس مع الخبره والوقت والمعامله وكتر التغذيه بالذات. يعني الخط ده انا بشوفه من الحاجات اللي بتيجي من كتر التغذيه. يعني انت بتخزن في دماغك انا عايز اللي اوت ده او التوزيع العنصر ده او الطريقه ديت، فانا خلاص الخط ده انا التصميم اللي عامله فلاني ان انسب حاجه ديت الستايل اللي انا شفته في توزيع الخط في البوستر الفلاني، فانا هاخد ده منه واحطه هنا. ودي برضو هنشرحها برضو من الحاجات اللي هنشرحها قدام شويه. هنخش دلوقتي نشوف امثله ونقول ازاي ناخد الحته ديت عجبتنا على الحته ديت فنركب ده على ده يطلع لي حاجه حلوه. تمام. بعد كده المساحه والسبيس والفراغ ده مهم جدا حرفيا، زي ما بقول لك كده بيخلي التصميم يتنفس. يعني من مثال لوجو ابل بسيط ومساحته متوازنه وده بيخليه مريح للعين. يعني مش شرط ان انا ممكن، لا انا طالبه معايا احط 500 صوره على 500 فونت، لا انا ممكن من فراغ ان انا موزع عناصر العناصر بتاعتي صح بتخلي عينيها مستريحه. تخيل لو الشكل اللي قدامك ده انا مثلا جايب خطوه بخطوه ديت مديها نفس السمك ده، وجايب او ديزاين مثلا مديله لون اصفر وده مديله لون بنفسجي وده مديله مش عارف ايه، وقاعد زحمه وده مكبر الخط شويه لا انا كده انا زحمه حرفيا، انا كده زحمه. لا بالعكس انا منسق تمام، مدي ترتيب، عارف المساحه ديت تمام مش مضايقه العين، المساحه ديت متوازيه، المساحه دي مقابله المساحه ديت فاضيه، فتلاقيني ايه العين مرتاحه. حتى الخط ده انا عامله عشان اتقل على الكتله ديت، لان لو كان دي مش موجوده كانت هترفع شويه، كانت هتقلل احساس ان هي يعني ايه قليله مش تقيله مش موزونه. نيجي بعد كده على المبادئ الاساسيه للتصميم الجرافيكي. انا هتكلم سريعا عنها لان لها كورسات كتير، ممكن ابقى ابعت لكم لينكات تمام، اللي غاوي يسمعها يسمعها واللي عنده مشكله هنتكلم فيها بعدين، لان فعلا الحاجتين دول من الاساسيات لازم اكون فاهمها. يعني في حاجات مثلا زي النقطه دي مهمه، مثلا الملمس او التكتشر مهمه جدا. انا في حاجات كتير كنت بخلص التصميم واقعد اقول ناقصه حاجه ناقصه حاجه ناقصه حاجه. انت ممكن برضو من الحاجات الناس اللي بتقول لي انا هذاكر ازاي او مش هذاكر ازاي، انت ممكن تاخد التكتشر ده وتكتب تكتشر ان جرافيك ديزاين ارتكل مقاله تبدا تقرا. ممكن تاخد تايبوجرافي ان جرافيك ديزاين، ممكن تاخد السبيس ان جرافيك ديزاين، ممكن تاخد الكلر ان جرافيك ديزاين. هتلاقي كميه مقالات وتقول لي بقى المشكله في العربي، لا خليك في الانجليزي. طالما المشكله في العربي خليك في الانجليزي. تمام. نيجي هنا المبادئ الاساسيه للتصميم الجرافيكي، البالانس التوازن. تمام. انا مش عارف اقولها بسرعه بس هنقولها بسرعه. تمام. التوازن ان انا في الاخر كده بوزع زي ما كنت لسه بقول لكم، لان اليمين اكن عيني شايفه الحاجه مظبوطه، ديت قد ديت، ديت قد ديت، التوازن ده قد التوازن ده، عيني متوزعه صح في سيمتريكال حتى على كل الجانبين او غير متماسك. يعني ممكن ما يكونش من انسيمتريكال بس مرتاح له العين. تمام. الكونتراست مش بس اشكال، الكونتراست الوان، الكونتراست احجام، في حاجات كتيره ممكن تخلق لي التباين. زي هنا مثلا لما كنت بقول لكم على هنا مثلا، انا مثلا مدي ده بولد عشان عايزك تركز عليه، ومديله ابيض عشان يبقى واضح، فبالتالي مديله اصفر عشان يبقى فيه كونتراست ضعيف بينه وبين اللي ورا. فانا عايز عينك تتحرك معايا، عينك بتتحرك معايا ازاي؟ شايفه ديت وبعد كده هتنزل لده، وبعد كده هتقرا ديت وديت وبعدين كده هتروح لدي ودي. طيب نيجي بعد كده للتركيز اللي هو الفوكس بتاعك، اللي هو من الاخر كده انا عايزك من الاخر كده وانا بعمل التصميم بتاعي، والله انا عايزك تتفرج على النقطه دي، هي دي النقطه اللي انا عايزك تركز عليها، مش عايزك تبص على حاجه تانية، انا اللي بوزع الحركه بتاعتك. تمام. هنا برضو من خلال برضو الحركه ان اللي بوجه عين المشاهد بتاعك. تمام. وغالبا مثلا زي اللوحه اللي بتترسم اللي بيبقى فيها جبال. تمام. بتلاقي عينيك كده بتتحرك معاها، فهي دي الموفمنت او الحركه. لو انت عايز تخلق احساس بالحركه هي دي نفس الطريقه. الباترن طبعا عارفينه ان هو النمط المتكرر، ممكن اغلبيتنا نستخدمه في البراندنج، بس فكره ان انت تستخدم الباترن ده في تصميماتك حتى ممكن لو مساحه بيضاء جواها اللوجو بطريقه متكرر بنمط معين، او حاجه من جوه البراندنج عموما متكرره بنمط معين، بتخلق لك احساس جامد جامد جدا يعني. الايقاع نفس الكلام، هي الايقاع يخلق احساسا بالحركه من خلال تكرار عناصر او انماط، زي الموجه كده، الموجه رايحه جايه تطلع بنفس الايقاع وتنزل بنفس الايقاع، لها مدى معين وما لها مدى موجي وطول موجي وليله بتاع، فهي نفس الفكره ان هو بتخلق نفس النمط متكرر. طيب الوحده هو من الاخر كده لما بخلي التصميم كله كتله واحده، لما بجمع ده مع ده مع ده مع ده، صور مع تكست مع كذا مع كذا، ببص في الاخر بحس ان هم منسجمين مع بعض، التصميم ده كله ماشي ميه واحده حرفيا. طيب نيجي بقى للمهم بقى، هي عناصر المود بورد ده بقى حرفيا الناس اللي هي مبتدئه تمام وتحس ان هي تايهه او مش معايا في السكه، او اللي هو ايه المود بورد ده، ممكن يكون الناس سمعته كتير. طيب المود بورد من الاخر انا بفتح، دي بقى الحاجه اللي بقول لاي حد مبتدئ يعود نفسه من دلوقتي عليها عشان يجي بعدين يدعي لي هيفهم الكلمه دي بعدين. في حاجات ممكن اقول لك دلوقتي انت مش فاهمها وبتاخد تطناش، ده معلومه سهله تافهه تنميها، بس صدقني كنت اتمنى ان انا اركز فيها زمان.
تمام. فعناصر المود بورد مثلا، عناصر المود بورد زي بقوم راح داخل مثلا على التصميمات، وهنشوف دلوقتي احنا بنطلع ازاي. انا اصلا عايز السلايدات تخلص عشان اخش على الشغل على طول، بس خلاص هانت يعني. عناصر المود بورد بحب اخش مثلا، دخلت على بنترست ابسط شيء او بهانست، خلاص تمام. انا عندي مثلا اكل، خلاص تمام، ببدا اجمع، شايف البراندات، البراند اللي انا اعمله الاكل، شايف الالوان المتناسبه، يبقى معاه 1 2 3. اخش بقى ابدا اتفرج على الصور، هطلع كده واقول ده الالوان. انا عايزك بالظبط تفكر زي ما انا بفكر كده، ده الالوان، خلاص يبقى ده المرجع الالوان بتاعي، مش هلف وادور ولا اطلع براه. اصل انت بتشتغل في التصميم تلاقي نفسك مثلا اشتغلت في الفونتات، تيجي عند الالوان تيجي تظبطها، لا الفونت ده لو اتعامل مع اللون ده ضرب خلاص مش نافعني، لا مش بتاع. فعشان كده ده الطريقه الصح. الطريقه الصح ان انا مثلا عمال اعمل حته الوان، اقول الوان، اخش انا عاجبني باليته الالوان اللي في الصور ده هاخد، وباليته الالوان في الصور ده هاخد، خلاص شكرا. طيب الصور بعد كده، انا عايز، انا مش هقول لك خش هات الصور على طول، بس انت شايف ان الصور اللي بالستايل ده اللي في التصميم ده لو عملت زيه جبت صوره زيه هتطلع التصميم معايا تحفه، يبقى انا اخش اجيب التصميم ده هاخده كده احطه هنا، شكرا خلاص تمام. طيب الفونتس، انا والله انا اعمل حاجه المفروض الفونت بتاعها يبقى فريندلي، يبقى مور كيرف اكتر، يبقى مرن اكتر معايا، مش فورمال شويه. ده اللي انا شايف التصميم ده بالبتاع ده، هو ده الفونت المناسب، ادور على اسمه خلاص خدته. ممكن اختار مثلا 3 4 نماذج، مش شرط فونت واحد. طيب انا ممكن كمان وانا بختار الفونت ممكن اقول ايه، ودي اللي المفروض تبقى في الامثله التصميميه، بس بتكلم على حته الفونت. انا شايف ان توزيعه الفونت ده بالطريقه الستايل ده، ده هي دي اللي انا عايزها، انا شايف ان ديت هتركب على طول وش. فتخيل بقى انت لما بتيجي تستخدم الفونتات مش عارف تركبها على بعض، ان انت اصلا مش متخيل ان تحط ده على ده ازاي. فهي دي هي دي السر في الفونتات، هي دي السر ان في ناس بتبقى لسه مبتدئه بتتميز في الفونتات بسرعه. وانا شفت بعيني حد كده كان لسه مبتدئ وضعيف في الفونتات في ثانيه بتاع، لقيته فعلا طبق اللي انا قلت له عليه، خد الطريقه اللي هو دخل على التصميم، خد الفونت الطريقه اللي اتحط بيها هو عاملها، ما اسمهاش سرقه، ما فيهاش حاجه، انت بتعرف الطريقه او التكنيك اللي اتعمل بيه وشايفه مناسب، خلاص شكرا. ثالث حاجه الملمس والباترن، انت كده متخيل مثلا هو المفروض احط باترن في الاخر او ملمس في الاخر، اديله تكتشر مثلا نقط كذا او ده او تكتشر وود خشب او تكتشر وول او تكتشر بسيط او تكتشرات ايا كان التكتشر، ممكن نتكلم عليه كتير اصلا التكتشرات اللي حصل لازم اقوله، اللي هو البيئه بتاعتك اللي انت بتلمسها، ان انا عايز اوصل رساله بيها، احط له، لا حاسس ان لو حطيت له هيبقى مش لطيف، او ممكن اجيبها احتياطي احط له او ما احطلوش، تمام تمام. نيجي بعد كده للاسلوب العام او الاتجاه الدايركشن اللي هتمشي معاه، والله انا عامل الدايركشن ده باتجاه البوب ارت، لا بالديكو، لا بكذا، لا بكذا، لا بكذا، تمام. ممكن برضو الاسلوب العام ده عايز بحر حتت، احنا بنتكلم بشكل عام عشان دماغك تكبر معاه، دماغك كل ما تكبر كل ما هتلاقي حاجات تانية بالنسبه له اسهل. طيب نيجي الامثله التصميميه، ممكن بقى تجيب كذا مرجع، انا عايز عاجبني المرجع 1 2 3 4 في التصاميم دي هاخدها تبقى المرجع بتاعي. وطبعا الايقونات والاشكال ان وبدا. طيب انا بصمم ليه؟ عشان 3 حاجات المفروض اسالهم نفسي، انا داخل اعمل ايه؟ اعجب مين؟ اقول ايه؟ والله انا داخل اصمم اعمل ايه؟ انا هصمم اكل لبراند بلبن مثلا، هضرب عليه المثل مثلا. طيب اعجب مين؟ معروفه الفئه بتاعتي غالبا السي او الناس العاديين او اللي متناول اللي مرتباتهم كذا او بتاع، دي كده استراتيجيه بمعنى صح. طب اقول ايه؟ اقول لهم بلبن بقى، وانتوا عارفين المصطلحات بتاعته بقى، الهوبا تيتو مامبو والكلام ده كله، الناس اللي بتحب الحاجات دي كلها والحاجات اللي انتوا عارفينها دي كلها، تمام. انا بتكلم كبراند بلبن، يعني انت ممكن تلاقي براند مثلا عقارات ريل استيت، تلاقيه بيخاطب بطريقه تانية، اعمل ايه؟ تلاقي شغله هادي، صوره فخمه، هاي كواليتي، ما ينفعش اروح اجيب صور تعبانه، تمام. بتلاقي الزحمه في التصميم، بتلاقي التصميم هادي ريلاكسي، بتلاقي الفونتات بتاعته جميله وهاديه، فكل ده ليه ستايل خاص بيه. طيب ابدا منين؟ نفس الكلمه اللي قلت لك في الاول، انا مش جاي اعلمك برنامج، انا جاي اقول لك تبدا بالعين، يعني هو فكره النهارده العين، تمام. هو انا العين ده ازاي؟ ان انا من الاخر كده هتفرج على اللي انا لسه قايله من الشويه كله حرفيا، لخصته في الجمله ديت، شوف تصميمات كويسه، اسال نفسك ليه ده عاجبني، الالوان ماشيه مع بعض ازاي، الكلام ده متقسم، العناصر متوسعه صح، الخ 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 الخ. طيب السؤال المهم بقى، انا من جوايا عندي سؤال عايز اساله، انت تعرف ان التصميم اللي عملته ده تمام؟ طيب انا بكلم نفسي ببساطه، بقول التصميم قال اللي انا عايز اقوله، ان قال يبقى شكرا خلاص انا خلصت، يبقى وصل اللي انا عايز اقوله. طب ان قال لا، يبقى برجع اعدل تاني وارجع اسال نفسي نفس السؤال، قال اللي انا عايز اقوله او قال لا مش ده اللي انا عايز اقوله، تمام. طيب النقطه دي مهمه جدا 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 فوق ما تتخيل.
واللي ان شاء الله ربنا يكرمه ويبقى في مرحله متقدمه هيفهمها كويس قوي. غذي عينك صح، بمعنى انا دلوقتي لقيت فلان عامل جروب يلا دعم بهانس، يلا دعم مش عارف ايه الكلام ده كله، تمام. فانا بخش على طول اعمل لايكات، اعمل بتاع، فلاقي التايم لاين عندي بقى تصميمات ما لا تقبل لها العين مسره زي ما بقول. ليه بقى؟ لانه حرفيا سمك لمن تمر هندي فرح العمده شغال قدامي، مش عارف عين تتغذى صح. حتى مثلا على الواتساب مثلا بلاقي تصاميم ناس بتنزل، هو في مشاكل كتير. فانت بتخش غصب عنك جواهم، بتفتكر ان هو ده خلاص، ده الحلو، ده جميل، ده ما فيش منه اتنين، ده ده فعلا، ده في ناس بتتكلم عليه، في ناس ما هو ايش ضمنك اللي بيتكلم ده اصلا بيتكلم صح، لان انت عينك متعوده على القليل منه. يعني عينك متعوده تشوف الحاجات القليله، فطبيعي لما تشوف الحاجات الكبيره هيبقى صعب، هيبقى صعب ان انت تتوقع، غير ان انت عينك بتتغذى على حاجات كبيره، فتيجي تشوف هو ايه ده. انت يا ابني بس تعالى كده، انت عندك واحد اتنين تلاته اربعه، لان عينك متغذيه على الكبير مش متغذيه على الصغير. فدايما خليك وسط، محتوى بيرفعك مش بيخدرك. لان حرفيا لو فضلت وسط الكوميونتي اللي هو بينزل تصاميم مش احسن حاجه، هو بيخدر مش بيرفع، تمام، وبيشدك لورا مش بيرجعك لقدام. ويلا بينا نشوف الحلو ونصلح الوحش، هنفرز ونحلل ونطور. طب حط استاذ اسئله محمود، وبعدين. ايه يا حبيبي؟ احنا ممكن بقى يعني نديهم دقيقة بريك ونطلب منهم حاجة كده ايه يعملوها. نطلب من كل واحد كده موجود معانا نعمل حاجة نشاط خفيف كده. حتى لو نصور كده وانت قاعد كده في السيشن، لو انت فاتح اللابتوب مثلا او تابلت، اه او لا. بتاعتك مثلا، وانت بتعمل الملحوظات، فكل واحد فيها يصورها كده ويبعتها على التعليقات. خلينا نفك وم- دقيقة بس او ايه، وبعدين و- نرجع و- تاني. ويمنشن يا جماعه، يمنشن سواء الاكونت بتاعه او اكونت غابة ديزاين، يمنشن عشان نشجع الناس اكتر ونكبر الفكره، لانها فكره خيريه في الاول والاخر، واحنا عايزين الناس تتشجع وتستفاد وانتوا تستفادوا. واتمنى ان انا حتى لو انا مقصر المره دي ان انا اعوضها لكم تاني، واتمنى ان انتوا تستفادوا مني حتى لو معلومه واحد من عشرة. لو جينا هنا مثلا هنتكلم سريعا عن نقط معينه لان استفيد الشرح بصراحه، تمام. بس المره الجايه ان شاء الله هنتكلم في نقطه نقطه باذن الله، وابعت لكم مصادر برضه، يعني مش هفضل اوقفكم عليا، يعني فكره هبعت مصادر اول باول باذن الله تذاكروا منها. مش موضوع مش مقتصر محمود كاتب حاجه وعامل حاجه وبتاع، في ناس احسن مني كتير بيشرحوها باحسن مني بطريقه، بس الفكره ان انت ما تضيعش وقت. لو جينا هنا مثلا هنلاقي مثلا هنا عمل التكست بتاعه، تمام، الكونتراست بتاعه عالي، تمام. هو عايز يركز على كلمه هويه، عمل ايه؟ خد من نفس باليتة الالوان اللي ورا او من نفس الازرق او البلو ده، حطه هنا وادى فونت غالي. طب هنا مثلا نحن فاهمينك مش عايز يركز عليه قوي، حطيها تحت بخط ضعيف، تمام. تمام. نيجي هنا مثلا، انا مثلا نفس الكلام اللي كنت بقوله، انا عايز استلهم، انا هشتغل داتا ديزاين ده بطريقه المونوجرام. ان هو بيخلي الشخص باين عادي واللي وراه موحد بطريقه معينه، ده من انواع الارت او الاتجاهات الفنيه، تمام. هنا مثلا عمل ايه؟ خلي يومك اسهل واجمل. فكر في وسط، انا هروح مثلا واخد نفس الفونت ده، انا عجبني الستايل ده هينفع معايا، خلاص هروح واخد نفس الطريقه ديت، كوبي كليك يمين، كوبي على الصوره، رايح عامل المود بورد بتاعتي، شكرا. انت لو خدت هنا بالك هتلاقيها متكرره دي. بقى لما بعمل كامبين بحب اخليها واحده، عشان العين حتى لو مش مركزه على اللون اللي ورا، لو شافت دي هتحس ان هي شافتها في حاجه تانية، فتلاقي الكامبين كلها موحده. نفس الكلام لما جه يشتغل هنا، لما جه يشتغل هنا مثلا، تمام، خلى الخط بتاعه يميل مع اتجاه الصوره، الكومبوزيشن بتاع الصوره، شايف ان العين رايحه كده. طب تخيل لو هو العين لو هو محطوط كده وش في وش، يعني حتى المسطره بتترسم كده مش قادر تروح دي، تخيل لو هو هتحس ان في حاجه غلط، حاجه مش طبيعيه على عينك. انما لو ما هو ماشي الكومبوزيشن، لما ماشي النص مع الكومبوزيشن بتاعك او التوزيع بتاعك، لا خلي عينك مرتاحه، تمام. نفس الكلام لما باجي اشتغل دايما ما انساش ان انا اسيب هامش مقدار معين في الجنب عشان اشتغل بيه. طيب هنا مثلا خلي عينيك كلها بتتوجه للشخص، تتوجه للشخص، تتوجه للشخص، تتوجه للشخص. وغير لون التيشيرت، ما اظنش ان لون تيشيرت الشخص ده هو لون التيشيرت الحقيقي، بس الفكره هو شغال بمود بورد معينه بالوان معينه، لازم يخلي كل الديزاين من المود بورد ده. بدليل ان هنا الابيض، هنا الابيض، هتلاقي بقى البنفسجي بالوانه بدرجاته بتشبعاته بايا كان. هنا نفس الكلام،
هنا مثلا انا عجبني الستايل ده، ده انا عجبتني الطريقه ديت، انا ممكن اخد الطريقه دي وانفذها بطريقه تانية. انا عجبني الشخص وهو راكب، هو بيتكلم مثلا عن سرعه حاجه او سرعه بتاع، او منتج او دواء بيعالج بسرعه او سكين كير بيعالج بسرعه، ممكن اجيب المنتج واحطه هنا واجيب الشخص راكب فوقيه، تمام، واجيب الخلفيه. تمام، انا ممكن عاجبني بس الحته ديت من هنا، شكرا، هاخدها بقى واحطها في المود بورد بتاعتي. لا ده انا عاجبني التوزيعه دي، جاهز تبدا الان. ده اللي بيخليك لو انت بايظ في التايبوجرافي والكاليجرافي بسرعه تلاقي نفسك بتتطور، لا بقيت بجد في حته تانيه. هنا مثلا نفس الكلام، انا عايز بس دماغك تشتغل معايا، نفس الكلام، تأمينك في جوالك. هنا مثلا لا بلاش دي، انا عايز دي مثلا، هنا مثلا، ده انا عجبتني، تصدق التصميم بتاعي لو انا عملته كده هديله حركه، يعني انا دلوقتي ده عربيات، منتج عربيات، تمام، فالعربيات معايا بتبقى فيها حركه شويه، فيها موشن شويه، فانا طبيعي لما اجي اعمل البتاع الخط لازم اعمله بخط سرعه يوحي لي ان هو انجز تعالى، خفف اعطال، بدل زيت، هتلاقي نفسك بقيت سريع. فانا عيني دي من التفاصيل الصغيره في البريف المفروض لما تاخدها بتقراها وتحللها. هو الموضوع هنا صعب، يعني انتوا شايفين ده هو عباره عن خط جايز، كل اللي عمله انه كبر ديت وحدد دي في النص واداله خلفيه بلور ورا، تمام، وجه عند البين تول عمل ديت عمل ديت وعمل ديت وعمل ديت. في تايبات بنشوفها صعبه بس هي سهله في التنفيذ على فكره، مش صعبه، وهنخلي الحلقه لوحدها اصلا في التايبات دي، حلقه لوحدها فعلا. تمام، نيجي هنا مثلا حرفيا عايز اوصل لك الاعلام اللي القلم اهم من الليله دي كلها، رساله، ده الانسايت بتاعه، كله بيوجه لاتجاه معين. هو عمل ايه؟ جاب شخص ماسك حاجه، ماسك ايديه، بدأ طبعا ده عايز خبرة شويه ادوات، مش هنتكلم في الادوات دلوقتي، وبدأ يوزع العناصر بتاعته. هتبص على الالوان هتلاقيها كلها ميه واحده. طب انا مثلا ممكن اطلع منها باليت، اخد الصوره ديت بالاي دروبر، هاخد اللون ده مع 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 اللون ده، هتلاقي لازم يطلع لك ميه واحده. انا عجبتني الالوان اللي انا خدت منها، تمام. نيجي هنا مثلا، هل دي صعبه؟ انا مش شايفها صعبه، هو كل اللي عمله فرغ العين، تمام، جه حدد سelection للعين، حط الحاجه جواها، بدا يدي لها في الفوتوشوب ان انت بتعمل كيرف شويه كده بس، شكرا، وصل الرساله بتاعته، سيف ذا، مش عارف تقريبا ده احفظ البيئه او حاجه زي كده او ايه، تمام. تمام، هنا نفس الكلام. بصوا مثلا هنا، انا مثلا هنا انا عايزكم تركزوا في التفاصيل الصغيره، التفاصيل الصغيره اللي هي هنا ايه، اور لايف ستوري ويز ناتشر. هو عمل ايه هنا؟ جاب خط بتاع، جه عند ناتشر خلاها بولد، تمام، واداله جرين. الحاجات الصغيره اللي انا عايزكم تركزوا عليها، تمام. نيجي هنا مثلا، ده جميل جدا، وصل رساله في ثانيه، وركرز دي عيد العمال، جاب شاكوش، ده المساحه البيضاء اللي انا بقول لكم عليها صحيح. شوفوا يعني هو كل ده ابيض في ابيض، بس يعني لو جينا نبص على التصميم لا هو تحفه، تحفه ازاي. جاب شاكوش، تمام، اداله شويه ريتاتش، جاب الغوزه، شكرا، الهاشتاج بتاعي هنا، اليوم بتاعي هنا، النص بتاعي الاساسي. فانا عيني اتحركت ازاي؟ عيني اتحركت كده 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 كده، تمام. خلصت، ممكن ابص هنا وممكن ابص هنا، انا اللي وجهت عيني، يعني اللي اشتغل هو اللي وجه عيني، خلى الهيرو بتاعي هنا هو الاساس. نيجي برضو نفس الكلام، لا مش احسن حاجه، احسن حاجه، أنا عايز بس ايه، خش حتى على اجنبي. أم، معانا مع غيرنا، نفس الكلام. انا والله بعمل تصميم مثلا اكل، انا عايز اقول له ان انت معانا هتاكل كذا، مع غيرنا حرفيا يعني معانا هيجي لك الاكل مظبوط، يعني ادي كونسبت طالع معايا اهو، انا عمال ادور على افكار ببساطه. انا خلاص فتحت بنترست، تصدق ممكن، رغم ان هو توصيل طلبات، يعني عايز اقول لك هو ضد الكسر، يعني ما تخافش هنوصل لك بامان. ببساطه انا ممكن اخد التصميم ككونسبت فكره، واقوم راح داخل هنا عامل نفس الكلام معانا، الاكل هيوصل لك كويس. طب لو مع غيرنا اجيب له بقى الاكل مش لطيف بتاع مش كويس، او العلبه او المنتج، علبه المنتج ذات نفسه. طب بما انه كرتون ممكن اجيب علبه المنتج ذات نفسه، اجيب نفس الطريقه احطها هنا اهو، تمام، وعلى اللوجو بتاع المطعم تاني او ايا كان فلان، وهديله فرق، طلعت الكونسيبت وانا واقف، شكرا، في دقيقه، في دقيقه، تمام. هنا مثلا ما تشيلش هم التلف، نفس الكلام، ممكن نقول ما تشيلش هم التوصيل. ليه؟ لان الزبون في البيت مثلا هو بيبقى ناعي هم، طب انا هيوصل لي حاجه كويسه، طب الاكل هيوصل لي ناقص، طب الاكل هيوصل لي كذا، ممكن اديله ايحاء، لا يا عم ما تقلقش انا هوصل لك الاكل تمام، ما تخافش، ما تنعش هم كده. هنا مثلا انا مثلا لو عجبتني هنا هقول لك عجبتني طريقه التوزيع الطيبه، خلاه بميل، كل اللي عمله جاب التكست، لا التكست ده مناسب، راح عامل اوت لاين او ستروك عليه، وراح منزل بيه تحت، شكرا،
وحاطط الرساله بتاعته هنا لاي مكان في مصر، شكرا، والرقم هنا يمين وشمال. انا عايزكم نحلل مع بعض. الفكره ان انا بحلل بكبر دماغك. الادوات او التكنيك ده طبيعي انه يجي لك، بس فكره ان انت تعرف تجيب الفكره دي اهم حاجه. طب تخيل انت معاك شاطر في الادوات مش عارف تجيب فكره ولا ليه اي 30 لازم. هنا مثلا هو كده دي سهله. هنا مثلا 30 عام، هو 30 عام صعبه؟ هو مش صعب، هو جاب حرفيا حاويه واحده تمام، او مش حاويه كمان، بيجيب رقم 30 ويحطه تمام، ويبدا يحط الصوره دي جواه، وببساطه بيجي عند النهايات. هو في ناس بتعتبرها صعبه، بيجي عند النهايات هو ده اصلا كده. ثانيه واحده، هي اصلا كده 30 كده، هو بنفس الطريقه كده اهو. دي 30 كده تمام. كل اللي بيعمله ايه؟ يقوم راح عامل كليبنج ماسك جواه، وجاي عند النهايات شايل الزياده، فيدي لك ايحاء اللي هي 3 دي. وكل اللي هو عامله جايب زاويه بتخدم عليه في ال في البرسبكتيف تمام، ماشيه معاه في البرسبكتيف يمين وشمال، مخدمه عليه. هل التصميم كده صعب؟ لا مش صعب. 30 عمل من الرياده في السوق السعودي، رغم ان الكونتراست هنا ضعيف شويه تمام، بس هو كل اللي يفرق معاه ان هو عايزك تشوف 30 عام. لو جينا نبص مثلا على من الرياده في السوق السعودي هنلاقيها مش واضحه قوي، مش احسن حاجه تمام. نفس الكلام برضو هنا في 24 برضو تمام، خلاها 3 دي لقدام شويه، وبدا يطلع يحط جواه ويمسح ويظبط. يعني ككونسبت مش صح. هنا مثلا كل اللي عمله ايه؟ 20 سنه. انا ممكن بقى في التصاميم كده ببيع اكل من بتاع زمان شويه، عايز ادي له روحه، ادي له روح الاربعينات والخمسينات كانوا بيكتبوا الخط الفارسي ده، فانا اقوم راح بس خلاص شكرا، انا وصلت لي، خدت الفكره بتاعت الخط من هنا خلاص شكرا. ده الالوان عجباني، ده فكره 20 ديت عجباني قوي. ممكن اخد اعملها بنفس الستايل، اخليها 30 او اوصلها لفكره تانية. طيب نيجي هنا مثلا دي مثلا التوزيع بتاعها جميل جدا. هنا اهو، هنا اهو، هنا اهو، هنا اهو. هو وزع صح، قال لك هو الباليته بتاعت اللون الاصفر واللون الاخضر تمام. انا عجبني مثلا الطيب بتاعه، هو ركب يعني هنا خلاها بولد ليه؟ لان انا عايزك تعرف انه في العاشر من رمضان تمام. فهو هتلاقيه وزع العناصر بتاعته توزيع صحيح. هنا مثلا لا لا لا، بعمل تصميم اكل، ده انا ممكن اخد دي على طول جاهزه، وحرفيا حصل التصميم بتاعه في الحته دي تمام. وجه هنا المشاهد بتاعه ان هو بص هنا تمام، وبعدين طلع بص هنا. يعني الرساله بتاعته الاساسيه ان انت تبص على الطلبات الاول، بعدين تطلع، وبعدين بقى تبدا تبص على الحاجات الاضافيه زي العرض بتاع التقرير 7 مايو، وغالبا هيبقى موجود في اول البوست فوق لو هو حطه على الفيسبوك او ايا كان موجود. نفس الكلام، خلي عينيك بتتغذى صح، خلي عينيك بتتفرج على ناس زي ديت، هتفرق معاك كتير. هنا برضه نفس الكلام، هتلاقي خط واحد اهو، هنا خط واحد، هتلاقي برضه نفس الكلام، هو قسمه هنا، قسم هنا، وعملوا نظام الجريدات تمام. نفس نفس الكلام تمام، نفس الكلام تمام. هنا نفس الكلام، ادى العنصر ده ياخد لحد هنا، وادى العنصر ده، فتلاقيه متوزع عناصر صح. بقى عنده ده فراغ، بدأ يعملوا ازاي تشكيله غنيه بسعر وفيه. طب هو عايز يركز مع انت لما تيجي معلش هتشتري هتركز على كلمه تشكيله ولا اهم حاجه عندك ديت؟ فاداله كونتراست مميز عن الباقي، هو عايزك تشوفه اكتر من الباقي، فقال لك بسعر وفير ومديهولك بولد. ونفس الكلام حط اللوجو هنا. طبعا احنا بنشتغل بحرف ال تمام، يمين او شمال مش فارقه تمام، او بنشتغل على حسب ان انت هتحط حاجتين مع بعض، هنشتغل بالطريقه ديت اللي هو حرفيا اكس تمام، هنا قابل هنا عشان يبقى في توازن. هنا نفس الكلام. تخيل بقى لو انت بتخلي التايم لاين بتاعك عباره عن كده، يعني احنا كمان بنقول اقل في حاجات ادفانسد شويه مش عايزين نخش فيها دلوقتي. تخيل برضو لو خدت ده انا عملت تصميم بس التايب بتاعه بقى، تخيل لو انا جبت كلمه حياتك هتبقى اسهل وكتبتها باي طريقه، التصميم هيكمل؟ لا، هيخليني حاسس بقى غلط. انت عملت نص الطريق او ثلاث ارباع الطريق، وجيت عند الحته المهمه كسلت. فتخيل بقى انت لو جيت ظبطت ديت بقى، ده انا عجبتني الستايل ديت، ده انا هاخدها لوحدها في موديل الفونتات، ده انا عجبني التوزيعه ديت تمام. انا مثلا هعمل اعلان منتج مثلا غساله نخليها ثلاجه، اقول ايه؟ فمثلا اخلي هاخد التوزيع بتاعت الكونسبت ده بنفس الطريقه كده. انا عاجبني الالوان هنا، هاخد الالوان. طب مش عاجباني الالوان هنا، لا والله ممكن اروح هنا الباليته ديت تمام، اخد منها الالوان، او الباليته دي او الباليته دي اخد منها الالوان تمام. نفس الكلام ده، التوزيع بتاعت دي جميله. انا عايز اقول لك انت ازاي بتستلهم الطريقه اللي كله مصعب على نفسه، بس هي مش صعبه. هنا مثلا واحد فين مثلا، هنا مثلا بصوا خلاط ديت مثلا 500 كلمه في نفس البتاع، بس وزعها توزيعها جامده. انت عايز تركز عينك على ايه؟ على الخلاط تمام. هو مش هيفرق معاك مسك ده، مش عارف معناه ايه بصراحه، مش هيفرق معاك قد ما تكون نحاس، قد ما يفرق معاك مثلا 500 واط. طب ما عامل لك كونتراست وراه غبي، لو حاطط لك لون احمر وراه، عايزك تقول لك انت اهم حاجه تعرف انه غلاط 500 واط.
تمام، زائد 2 مطحنه. طبيعي ان انت عينك هتبص على ديت، تمام، وهتبص على السعر، هتلاقي كل حاجه مهمه عامل وراها كونتراست غبي، اللي هو اللون الاحمر، هنا عايزك تركز عليه، هنا عايزك تركز عليه، هنا عايزك تركز عليه، هنا عايزك تركز عليه. نفس الكلام في الخلاط. انما باقي الكلام هو بالنسبه له مش مهم، هو مش فارق معاك ان انت تركز عليه. انما تخيل مثلا لو الحاجات دي فيها زياده عن اللزوم، مش مخليها متماشيه مع الكونسبت او الطريقه، لا انت هتتضايق، يعني وش هتتضايق. تمام. هنا برضو نفس الكلام، هنا مثلا جوالك مقصود، دي اللي انا كنت بقول لكم عليها برضو، افتر بيفور. تخيل بقى انت الكونسبت اللي ممكن تاخده من الورقه ديت هتطلع 500 حاجه. تمام. وتختار برضو بنفس طريقه الخنطات ونفس طريقه البتاع، توحد الالوان. تمام. هنا برضو نفس الكلام، باليتة الالوان، ده وده وده، موحدة على الكل، وادفع فواتيرك عملها بطريقه التايب. وده تقريبا خط موجود اصلا ومتعدل عليه، او مش فاكر بصراحه. هنا مثلا صعبه، لا مش صعبه خالص. كل اللي عمله ان هو ادى البرسبكتيف، مشيته كده. تمام كده. تمام. اهو، اهو منظور، ووزع نصره. تمام. ومشي عشان يساوي معاه. طب انا عجبتني الطريقه دي، ممكن احطها في التصميم بتاعي. كل اللي عمله انه جاب الواحد 3 دي، حط ال 100 جواه، وبدا يعمل خطوط جوه كده، خطوط جوه كده، وجاب الاستيك لفه دايره داير في التصميم. دي اداه، يعني هي فكره بس تنفيذها اداه. هل انتوا شايفين التصميم ده صعب؟ لا مش صعب. تمام. بس الفكره التنفيذ. طب الفكره عندي ازاي؟ انا بحاول نفس الكلام. بصوا يعني هي اهي الاولى في اسكندريه حاسس استثمار، بنفس الدايركشن، بنفس الاتجاه، نفس كل حاجه، خلاه بيت. هل صعب؟ لا. كل اللي عمله برضه 3 دي. تمام. خلى الرقم واحد 3 دي، جاب ايكون الشباك 3 دي، وزع البتاع الخارجيه ديت، شكرا خلاص. خد الاولى في الاسكندريه حاسب فيه مميز، حطها جاهزه على الجاهز. هي نفس الكلام اهو، الاولى في اسكندريه حاسب. فانت عينك بدات تتغذى صح، بدات تشوف حاجات. نفس الكلام هنا، بدات تتغذى صح، بدات تشوف هنا مثلا الخط. تمام. ده مثلا جامد، ده اصلا تقريبا من جلاديشي ده ولا ايه ده؟ هو تقريبا مش عندنا حرفيا. تمام. يعني الكونسيبت ده ممكن يفرق معاك في حاجات كتير. ممكن تاخد الطريقه دي تقول اه، ده انا فعلا انا بعمل حاجه فيها حاجه هتتفتح زي باب، ممكن اعملها بنفس الطريقه دي، واحط لوجو المكان او البراند هنا. تمام. نفس الكلام هنا، نفس الكلام مثلا. اه ده عجبتني حته الشادو ده. اه ده هو جاب وعمل شادو هنا، مطلعها بايحاء كده لطيف جميل، موصله الفكره بتاعتها. ففي اوبشنات كتير. فانت لما تخلي التايم لاين عندك في حاجات هنا، بصوا ده اللي انا بقول لك عليه. اه شكرا. تمام. كلمتين، التصميم بقى كله فاضي. ولو خدت بالكم في ملمس، في تكتشر، في تموج هنا، في تكتشر، هو اللي ادى ايحاء. تمام. هالو ذا سوشيال هاو كان اي هيلب يو، ايحاء بالامان اللي انا عايز اساعدك. فالتكتشر ده خليله، حته التكتشر دي نقلت التصميم في حته تانيه ازاي. نفس الكلام هنا اهو، لا تبقى كده مثلا اهو. تمام. هنا نفس الكلام، هالو شكرا. تمام. هنا نفس الكلام، عباره عن سلك طالع وهالو سلك طالع. هنا نفس الكلام. يعني لازم عينيك تتغذى بحاجات كتير جدا. وطول الكلام بجد انا اعتبر مؤثر كمان، انا اعتبر مؤثر فعلا في النقطه دي اساسا، لان فعلا الكلام تقيل. فانت ممكن تاخد الكونسبت هنا مثلا وي ار اكتف، انت ممكن تاخد بنفس الاسلوب، بنفس الستايل، بنفس الكلمه الانجليزي. تمام. مثلا تحط هنا مثلا خدمه عملاء في مصر، مثلا احنا شغالين دلوقتي، تقوم راح انت جايب نفس التصميم ده مثلا، او نفس الوضعيه ديت ايا كان التليفون، وجايب مثلا براند مثلا بلبن، او براند ايا كان بتاع اكل او شرب. تمام. طبعا ما ننساش يا اخوانا الاي اي مهم جدا ان انت تعرفه اول باول. بس يعني انا عايز بس اوضح لهم اهميه اللي انت عملته ده كله. التغذيه البصريه يا اخوانا اهم، يعني العنصر الاساسي في اي ديزاين بعمله هو التغذيه البصريه. الباشمهندس عماد دلوقتي عمل ايه؟ دخل لف، خد على 200 ديزاين، خد فكره من هنا، وخد الفونت ده من هنا، وخد اللون ده من هنا، وخد الفكره دي من هنا، وخد. فاللي هو عمله ده فكرت المقوله يعني بتخدم الفكره دي. تقول لك السرقه الفنيه، السرقه الفنيه تعني سرقه العديد من الافكار من مصادر متعدده بطريقه تجعلها تبدو كانها فكرتك الخاصه. يعني بقول لك السرقه الفنيه ايه؟ ان انت تجيب افكار من حتت هي بالفعل موجوده، بس من جماعه من كذا حته، من كذا حته، وتعملها انت في تصميم او في مكان واحد. يعني بطريقه تخلي الناس تقول ده التصميم ده حاجه مبتكره اصلا ما حدش عمله قبل كده، وانت اصلا بالاساس انت جايب الحته دي من هنا، والحته دي من هنا، والحته دي من هنا. بمعنى صح بقول لك يعني المعنى المقصود هنا مش السرقه الحرفيه، انما ان الفنان او المبدع بياخد من افكار موجوده بالفعل،
وبيعيد تشكيلها بطريقته الخاصه بقى، يعني لدرجه ان محدش يقدر يعرف المصدر الاصلي اصلا جاي منين. فدي حاجه مهمه، ان انت ما تخترعش العجله من الاول وجديد. ده بيلم من هنا وبيطلع بحاجه تحس انها بتاعته هو. فانت موضوع التغذيه البصريه ده يعني من اهم الحاجات، اللي لو انت طلعت بس من كلمه من السيشن ده كله، وان انت تبحث اكتر عن الكونسبت ده، اللي هو ازاي اعمل تغذيه بصريه صح، وازاي اوصل بيها لفكره كويسه، ده تكفي. لو انت طلعت بس مشان ده انت عرفت حاجه اسمها تغذيه بصريه، دي لوحدها تكفي. لان باشمهندس محمود برضو سريعا كده، سريعا هيقول لنا انا دلوقتي داخل اعمل ديزاين، هعمل ايه؟ هعمل واحد اتنين تلاته على طول. انت متخيل ان انا كنت عايز اضيفها في السيشن وما رضيتش؟ معلش هنقولها لا سريعا بجد والله. بس اقول لك، هنقولها سريعا، ومش يعني مش هنخش في حاجات تكنيكال قوي. هي بس انا مثلا هقول له اول خطوه ان انا باخد PDF، واعرف رسالتي ايه وكده يعني. اتفضل يا باشمهندس معلش. بص هو على حسب انا فين برضو، يعني انا في موقع شركه كبيره ولا شركه صغيره، ولا انا البوزيشن بتاعي ايا كان. فالفكره دلوقتي انا جالي واحد قال لي انا عايز كذا، فتمام انا هاخد منه الداتا والبيانات، وحاجتين في حياتك اوعى تتاخر عنهم وما تشتغلش من غيرهم: مقاس وداتا. يعني مقاس ايه؟ مش شرط مقاس في حاجه معينه، قول له انت عايز ده لايه. سؤال، لان في ناس بتعمل حاجه اقول له طب ما نعملها كذا، حرفيا انت مش بتعدل، انت ممكن تعمل تصميم جديد اصلا عشان غير تغيير المقاس. فسؤالين، نقطتين مهمين جدا: المقاس والداتا ما تستغناش عنهم، ما ينفعش تتاخر من غير ما تاخدهم. تمام. بعد كده باخد البريف بتاعه، ببدا اخش افهم هو عايز ايه، ببدا اخش على الاستلهام على طول. بفهم البريف الاول، بعد كده استلهام. طيب انا الاستلهام بتاع الفكره بتاعتي انا شايف المناسب لها كذا، هخش بنفس الطريقه اللي انا قلت لك عليها. انا عايز الالوان، المود بورد بتاعتي اطلعها. وخلي بالك انت لو طلعت الحاجه ديت هتوفر عليك شغل ساعات، لان انت عارف الالوان اللي هتشتغل بيها، عارف الفونتات اللي هتشتغل بيها، عارف الستايل العام اللي هتشتغل بيه، عارف التصميمات اللي انت مثلا مختارها اللي شايف ان ده انسب حاجه. فكل اللي انت بتعمله بقى بتبدا تاخد الفكره تركبها. كل حاجتك موجوده، عناصرك موجوده، الخشب بتاعك، مساميرك، انت نجار دلوقتي، خشبك، مساميرك، دنيتك موجوده. كل اللي انت بتاخده يا عم يا عم النجار، اتفضل ابدأ لي بالحاجات اللي انا وفرتها لك خلاص، واديتك مثال على اللي انت هتعمله. خلاص، فهتلاقي نفسك خلاص مرة، في التانية، في التالتة، في الرابعة، بقيت عارف دماغك رايحة فين جاية منين هتشتغل ازاي. دماغك رايحة فين جاية منين هتشتغل ازاي. فحددت البريف، دخلت استلهمت، خلاص شكرا. تبدأ تخش بعد كده تفتح البرنامج بتاعك، وخلي بالك جوه كل حاجة تفصيلة كتير. جوه جوه كل حاجة تفصيلة كتيرة، فأنا مش عايز أتكلم فيها، لأن أنا كنت سايبها سيشن لوحدها فعلا لأنها فيها كلام كتير. لو حد عنده أسئلة دلوقتي اتفضل يسأل. تمام يا شباب، كده جه دور يعني اي سؤال او اي حاجه تكتبوها ان شاء الله في الكومنت، والباشمهندس محمد هيرد عليها ان شاء الله. مفيش أسئلة يعني؟ خلاص. مش سرقة، هي الهم الموجود ابتكار من. بالظبط، هو أصلا كل حد بيتطور من اللي قبليه. يعني أنا اختار العلم، محدش اخترعه. علم الديزاين جرافيك بيتنقل وبيتطور. يعني هو بيتنقل وبيتطور، مش لو كده بقى كنا المفروض اللي عمله نقول احنا سرقنا منه. هو بيتنقل وبيتطور بس مش اكتر ولا أقل. احنا بنطور فيه بطريقتنا احنا الخاصة واسلوبنا احنا الخاص. طالما انا ما اذيتش حد، حط قاعدة تحت كلمة ما اذيتش حد ده 1000 خط. طالما انا ما عملتش تصميم، عارف ان التصميم ده لما اعمله هاذي بيه شخص معين او هعمل بيه شخص معين، او ما ينفعش اخده خالص بمعنى اصح. انما ككونسبت وكفكره لا، دي حريه مكفوله للجميع. اسالوا يا جماعه، ما تقلقوش والله، اسالوا بجد. بحب فكره الاسئله دي اصلا. انا عارف ان انا لغيت كتير النهارده ومش هتتكرر تاني باذن الله. واللي صبر وحضر معانا الوش الاخر لازم برضه يبقى ليه معزه خاصه فعلا. لا يا عم قاسم. آه،
ما ينفعش ناخد تصميم كل بنفس الأفكار وأنت فاحنا. أكيد، ما أنت أنا بقول لك أنت بتاخد ريفرنس من كل حاجة، أنت بتاخد من كل يعني بتوزع عناصرك من كل حتة، في حاجات هتعجبك هنا وفي حاجات هتعجبك هنا. ممكن تلاقي تصميم أجنبي على فكرة. واحنا المحتوى بتاعنا يا جماعة معلش في الديزاين جرافيك جاي أصله منين؟ ما هو من بره. كل اللي احنا عملناه خدناه عربناه شكرا. فاحنا بنعمل العكس، بناخد الأفكار منهم ونعربها. بس ده للمبتدئين على فكرة، يعني المبتدئين والناس الجونيور. بعد كده الأدفانسد هو بيطلع الفكرة غصب عنه. بس صعب انت تكون خلاص وصلت لليفل معين، تمام، ولسه هتجيب افكار وتنقلها، هتبقى صعب قوي. على حسب، لو البراند بتاعك عنده باليتة الوان خاصه بيه خلاص هتاخد باليتة الالوان الخاص بيه. طب لو ما عندوش، تمام، بتبدا تتفرج، انا شايف ان ده انسب حاجه لباليتة الالوان، خلاص. ومش لازم تلتزم بتصميم واحد منه باليتة، ممكن تاخد اتنين تلاته اربعه. يعني انت بتيجي في الاخر كان عايزك تمشي بنظام افلتر. يعني انا ممكن الم 15 تصميم زي ما انت بالظبط، ممكن تفتح 15 حاجه، في الاخر بتبدا تقفل دي وتقفل دي وتقفل دي. انا عايز ديت وديت وديت بس شكرا. عشان ما تجيش بقى تقول ما انا كانت عجباني دي، لا انا خلاص انا عندي كل فوق بعض كده. انا هفلتر دي، هطلعها دي، هطلعها دي، هطلعها، يبقى لي اتنين، هختار دي تمام. دي هتبقى مناسبه، دي مع هتعملها زي بازل كده تلعب معاها. دي مناسبه، دي مناسبه مع دي مناسبه مع دي، تمام. فانت هتلاقي نفسك بناء على كونسبت انت شايفه عجبك هتمشي بيه. ازاي اعرف المواقع اللي اذاكر منها؟ هننزل لكم ان شاء الله يعني زي رود ماب كده قريب، تشتغلوا عليه، وان شاء الله احنا برضو معاكم، هيبقى في سيشنات متكررة، ونشتغل مع بعض عملي بقى، ونبدأ ايه، ندخل في المعمعة الجميلة دي، ما تقلقوش ان شاء هو الله. المواقع ما فيش اكتر منها، بس انا عايز بجد لو انتوا عايزين تنقلوا دماغكم في حتة تانية بجد حاليا، على الاقل اتفرجوا على الناس المشهورة، تمام، من المحتوى. ممكن زي لما بيجي في دماغي دلوقتي البحكري او حمدي او الجماعة دول، تتفرج بس، تمام، عشان انك تكبر. بس لو انت عايز فعلا فعلا تستفيد، غير ان احنا ان شاء الله هنعمله قدام، آه، سيرش في المواقع الأجنبي، سيرش في المقالات، خش اقرا المقالة، المقالة هتجر جواك. وانت بتقرا هتلاقي فضول لكلمة معينة. طب هي الكلمة دي أصلا تبع إيه؟ طب لا ده لازم أفهم بقى. محو خطة طالعة على شات جي بي تي، هي دي معناها إيه؟ طب هي دي بتتكلم في إيه؟ طب دي إيه؟ طب اديني مثال عنها. فهتلاقي دماغك بتكبر في مصطلحات. أنت هتتبسط أوي، إيه ده، أنا عرفت المصطلح ده اللي هم عمالين يتكلموا قدامي وأنا هموت وأعرف المصطلح ده إيه. فتلاقي الدنيا بتكبر معاك لحد ما تظبط، وتلاقي دماغك بتكبر بتكبر بتكبر. وارجع اقول لك اسم السيشن خطوه بخطوه. فانا مش عايزك تستعجل خطوات، تمام، لانها خطوه بخطوه. بس انا بكلمك عن نقاط ضعفك المره دي، والاسئله اللي بتيجي في دماغك اللي انا عشتها ومش عايز حد يعيشها تاني بصراحه. ونضفوا، ما تتخدروش، نضفوا وغزوا صح. غزوا صح، غزوا صح. في اي اسئلة او استفسارات يا شباب معاكم احنا، اي حد عنده اسئلة احنا معاكم ان شاء الله. يعني مثلا بص الصوره دي، مش عارف ظاهره ولا لا، بص الصوره دي. شكرا. زهر زهر. give wings to their dreams. هو اصلا تقريبا اللوجو اصلا بتاع البراند اصلا ده. فتخيلوا بقى، شكرا، الرساله وصلت. وايت سبيس كبير. ما تفتكرش. بصوا يا جماعه، نقطه اخيره بس عايز اقولها، لان هي كانت برضه موقعاني في مشكله. مش شرط ابقى شاطر في كله. يعني انا مثلا مانيبيوليشن ليه ناسه، ليه دنيته، ليه حواراته. هو ناس قاعده كده ليل ونهار ليه، فانت ما تبقاش قاعد ليل ونهار ليه. وازاي انا ما اطلعش صور دمج صح او مانيبيوليشن صح او ريليستيك صح، تمام. انت مش قايل له اصلا ما بتذاكروش ليل ونهار، فطبيعي يبقى انت مقصر فيه. انما انا ممكن اوصل لمرحله ان انا اوصل فكره زي ديت شكرا. وانت في الريليستيك ده اصلا في الاعلانات المانيبيوليشن اللي بتشوفها في الشارع اكتر، بتشوف ده اكتر ان الفكره بتاعته واضحه وصغيره، تمام، وموجهه العين
اكتر ما بتشوف المانيبيوليشن. فانا مش عايزك تعقد الدنيا، خدها خطوه بخطوه، ومهما بدات حتى لو بادئ امبارح عادي، انت لسه بادئ. يعني انا لما بدات كنت قلت انا متاخر، ما انا لسه بادئ عادي، كلنا بنبدا في وقت معين، هو ده وقت بدايتنا، مهما الدنيا تتطور انا شغال. وكان كلمه دايما حد يقول لك المصممين كتار بس الشاطرين قليلين، ودي حقيقه، دي حقيقه بجد. كنا من فتره في مكان مش عايز اخش في تفاصيل، كنا بنجيب مصممين تمام، انا كان قدامي تقريبا 10 تقريبا كده، ما اقتنعتش ولا واحد فيهم. يعني اقتنعت بواحد كده عشان انا كان لازم اختار حد، في الاخر برضه ما اتقبلش واضطروا ان هم يمشوه. 10 مفيش ولا واحد، يعني اساسيات مفيش، كونسبت مفيش، مع انه خد الوقت المناسب ان هم يمتحنوا والاختبارات، وكل ما يهيأ حتى خدوا فري بيك مدفوع كمان عشان يجيبوا اللي هم عايزينه كمان، كل حاجه، بس مفيش اساسيات تافهه كده، انت اول ما بتشوفها تقول ده يا مصمم يا مش مصمم، مش موجوده اصلا. فكمل اسئله. في حد عنده سؤال تاني طيب يا جماعه؟ احنا كده يعتبر وصلنا للنهاية. بجد بجد نورتونا، وكان لنا الشرف إننا نبدأ سوا أول خطوة في رحلتكم مع التصميم الجرافيكي. طبعا حابين نشكر باشمهندس محمود إن هو يعني فرغ الوقت ده، لأن أنا عارف كان مشغول جدا الفترة ديت، فدعواتكم ليه ربنا يوفقه. بنشكره شكرا جزيلا يعني. وبشكر التيم غاوي ديزاين بالكامل، فعلا الفترة اللي فاتت انضغط ضغطة كبيرة عشان نوصل للسيشن ديت. بشكرهم نفر نفر. بشكر باشمهندس حسن الشريك المؤسس لغاوي ديزاين، باشمهندس كريم أبو زهرة، باشمهندس ساهر، باشمهندس عزة، باشمهندس آلاء، وأخيرا بقى يعني ناس كتيرة طبعا أنا مش عايز أنسى حد. فبشكر التيم بالكامل يعني إن هم ساعدونا عشان نوصل لحاجة زي ديت. وطبعا بشكركم إنكم خليتكم معانا لحد الآخر، والناس اللي استفادت بحاجة، يعني إحنا يعني أكتر حاجة بتسعدنا إن الناس تستفاد وكده. فحابين نسمع منكم أهم حاجة، يعني إيه أكتر حاجة استفدتوها منا، وإيه رأيكم في السيشن واقتراحاتكم بقى للي جاي، لأن ده اللي هيطور إن شاء الله السيشنات اللي جاية. فرأيكم يهمنا جدا وبيساعدنا نطور ونعمل محتوى أقوى ليكم يعني. فما تنسوش تتابعونا على غاوي ديزاين عشان نوصل لكم كل السيشنات الجاية والورش بقى والمفاجآت اللي محضرينها ليكم يعني. ف يعني شكرا من القلب، ونشوفكم في اللي جاي بإذن الله. يعني كده يعتبر انتهينا. فكله بقى ايه، انا اخر حاجه اللي هو الديزاين الاخير، قولوا لنا رايكم في السيشن. يا ريت كله بقى اللي حضر معانا السيشن يكتب رايه في الكومنت هنا، لان ده بيفيدنا جدا وهيحفزنا نكمل الفتره الجايه ان شاء الله. فما تبخلش علينا بقى بالكومنت، عشان حتى لو كومنت فيه بعض التعليقات السلبيه، فده احنا حاجه طالما هنطور من نفسنا مفيش اي مشكله. فقول اللي في قلبك، الحلو والوحش، عشان الحلو هنستمر عليه والوحش نبدأ نعدله. صح ولا يا باشمهندس محمود؟ يا باشا اللي انت شايفه غلط. اللي انا شايفه غلط هعمله ان شاء الله. بإذن الله انت عارف مبدئي. فبشكركم جميعا، ورب اكون فدتكم، وصدقوني كان انا عارف دي كانت بالنسبه لي عدد كبير ان انا احضره، وانا عارف ان انا اللي جاي ان شاء الله اقدم فيه احلى، لان انا من النوع اللي بحب اذاكر واجي ارمي المعلومه فعلا. بنبسط قوي لما بذاكر معلومه واجي ارميها لحد ما كانش يعرف، فيدي لي دعوه حلوه وافتكرني بالخير. فكلمتين كنت عايز اقولهم في اخر السيشن زي ما انا كاتب، ان التصميم بقى رؤيه، ومش لازم تكون خبير في الاداه، لان الادوات متغيره. انت ممكن دلوقتي تبقى خبير في الاي اي ومش خبير في فوتوشوب ولا ريستريتور ولا خالص. خش الاي اي دلوقتي لما يتطور تقول له اعمل لي كذا 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 كذا، شكرا. طب ايه لازم تكون؟ ايه لازم تكون مبدع، لازم تكون فنان قادر تطلع الفكره. تمام. لازم تجرب، لازم تغلط، ولازم تتعلم، والتصميم خطوه بخطوه مش قفزه واحده. وان شاء الله اللي جاي يكون احسن. وانا اسف لو قصرت، وان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون فعلا فعلا حاجه كبيره اول باول، ونخش بقى نتعمق اكتر فعلا. بس ما كانش ينفع، خصوصا ان انا عارف معظم الناس ان هنا مبتدئه، اخش انا في حاجات متعمقه احس ان هو اصلا انت جايب لنا معلومات اكبر من دماغنا، انت مودينا في كوكب تاني. بس فكره لما تبقى دلوقتي قادر تخش، جالك تصميم تعرف تبدا تتعامل، ده بالنسبه لي انجاز في السيشن دي.
بعد كده بقى نبدا نتكلم عن ارت دايركشن والاتجاهات الفنيه والاساليب والاختيار الفونتات الصح، ويعني ايه فونتات ويعني ايه الوان. طب لو انا ما اعرفش اختار الوان، اجيب الوان ازاي؟ اقول لك في طريقه اتنين تلاته شكرا. طب يعني ايه شيد، ويعني ايه يعني ايه بلاك اند وايت، يعني ايه كذا، يعني ايه كذا كذا كذا. لان شرح الادوات مفيش اسهل منه. تمام. وهتلاقي ناس كتير بتشرح ادوات، بس في الفنيات ديت ما حدش حد بيتكلم فيها، واصلا ما حدش بيتكلم فيها لان كله عايز فيها تبقى معظمها مدفوعه بمعنى اصح. تمام. فمش ده اللي احنا بنتكلم فيه، ولا ده اللي احنا عايزينه. فبس كده، وشكرا لكم، وخطوه بخطوه. ولو اي اسئله سواء من على غاوي ديزاين او سواء من على الاكونتات الشخصيه بتاعتي، وده اليوزر نيم الموحد اللي عندي. تمام. اخوكم في الله، ويا رب يكون سيشن جميل وانبسطتم. وشكرا لك يا قاسم، وشكرا لغاوي ديزاين، وشكرا لكم جميعا. شرفتنا يا باشمهندس محمود، شرفتونا يا شباب، واحنا فخورين بيكم، وان شاء الله انتظروا من غاوي ديزاين حاجات افضل وافضل كل يوم. بس عشان نطور من نفسنا اكتر فلازم انتوا تعرفونا ايه اللي نطور منه وايه الحلو اللي شفتوه وممكن نستمر عليه يعني. فبجدد الشكر لكل التيم اللي معانا في غاوي ديزاين. بجدد الشكر للباشمهندس محمود وليكم على حسن استماعكم وتفاعلكم معانا. وان شاء الله يعني دي البداية، ديت البداية في طريق كله ان شاء الله يكون حاجة كويسة وتوصل لحاجة محترمة بإذن الله. وطبعا نفتكر ان غاوي ديزاين دايما هي ان شاء الله تكون بداية نجاحك بإذن الله. فشكرا بإذن لكم الله. جدا جدا جدا. مع السلامة.